خالص الحقيقة وتكبير حضراتكم طبعا الشكر الموصول لله الحاضر أهل وصديق الدكتورة حتى هذا الدكتورة حميد بما هو الحضر كل الرسالة ولا كل الحياة بمقصد حاجة اللي هو هي جامعة القاهرة النهارده الدكتور هي الدكتور عبد من الناس يعني اصحاب الفضل زي ما بنقول يعني المجيء بتاعها كده نلاقيها على طول الدكتور عندنا كذا تقول انت وهديني اجيب يعني انا بقول لك الدكتور عبد بعد 12 يوم من الرساله كده بيتكلم انا جاهز شو عايز تمشي من السنه طبعا يعني انت ازاي تشرب الكلام ده شديد شويه فاهلا وسهلا بحضراتكم اختي العزيزه صديقتي اخت عشق العمر الدكتوره منى جابر يعني الدكتوره منى كان ليا الشرف ان انا كنت مشارك على الدكتوراه بتاعتها والحقيقه هي من الناس اللي دايما بتقول شاطرين ماشي سنه في الدنيا ولكن الحقيقه كانت يعني مبدعه انجاز التعبير الفرنسي ممتع كمان الحقيقه اللي شرفتينا انت طول عمرك بني ادم هادي ومعرفش تقولي بقى ايه رايك في الموضوع ده لا فعلا يا فندم والله لكن طبعا انا هقول الكلام ده ولكن عشان نبدا الحقيقه امامي حالتها زي حاله طول تاريخ مش اكتر مذكره بحاله القاهره امامي طبعا محمد حسين مصطفى مقدمه من 19 الفصول على درجه الماده الساعات طالبه امامي طبعا محمد حسين حصل على ليسانس اداب قسم يوناني او شعب يوناني روماني المفروض ما كانش قسم لان قسم اثار دور يونيو 2007 تقدير جيد وزاره جامعه الشمس دكتور تاريخ الفن بنظام السعاده المعتمد بدور 2015 من جامعه القاهره في الاثار تقدير عام جيد جدا وافق السيد الاستاذ الدكتور ماهر رئيس جامعه القاهره لشمول الدراسات والعلوم بتاريخ 30/5/2016 بناء على موافقه مجلس الكليه 11/5/2016 ومجلس قسم الاثار اليونانيه الرومانيه على قيد تسجيل الطالبه بدرجه الماجستير في تاريخ الفن من قسم الاثار اليونانيه الرومانيه في موضوع تراكليس في الفن المصري خلال العصرين اليوناني الروماني بإشراف خالد قريب الاستاذ الدكتور عبد الحميد مسعود الاستاذ كليه جامعه الشمس مشرفه المشرف وافق السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه شؤون الدراسات والعلوم على تشكيل لجنه المناقشه في 6/8/2023 بناء على موافقه مجلس الكليه 26/7 من خالد قريب رئيس قسم الاثار اليونانيه الرومانيه مشرف ورئيس استاذ الدكتور عبد الحميد مسعود استاذ كليه جامعه الشمس مشرف مشارك بالحسين حنيفه معتذر عن حضور المناقشه الالف بي ده منى جابر عبد النبي الاستاذ المساعد في قسم الاثار اليونانيه الرومانيه بالكليه عمر الاستاذ الدكتور عبد المحسن قاسم الاستاذ كليه اداب جامعه دمنهور ونائب رئيس جامعه برج العرب للعلوم والتكنولوجيا هنسيب ال 15 دقيقه مش اكتر تقدمي نفسك بشكل مختصر وبعديها تبدا المناقشه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقدمه يعرف الابطال في العقليه اليونانيه بالقاده العسكريين النبلاء الشجاعين ومن وجهه النظر الاسطوريه في الابطال هم الاشخاص المتفوقون بالقوه والشجاعه والجمال من بشر ولكنهم يميلون الى الحقول الانجليزيه وعباده الابطال وهي ارثا من عصور ما قبل التاريخ لعباده الله قبل السنه ولان الابطال اليونانيين يتمتعون بافضل السمات الاخلاقيه ويعرفون كيف يستخدمون العقل مع القوه فاصبحوا نماذج تستحق المتابعه. البطل لا يمثل نموذجا للمحارب فحسب بل كان ايضا نموذجا لاكثر قائد سياسي لدوله المدينه وايضا مكافح من اجل انتصار فكره الحرب. ويعتبر ابليس اعظم واشرف ابطال الامريكا المغربيين وواحدا ممن احتل وضعا مميزا في الفكر والفن. يعتبر تاسيس الالعاب الاولمبيه احدى بصمات الرئيس الرياضيه عند التقريب وذلك بعد العمل الخامس احتفاله
فوزه واهدى تلك الالعاب الى زيوس، كما كان هيراكليس معبودا راعيا بالاليسترا والجيمنازيوم مع عباداته العلاجيه بيرمس كمعبودات رئيسه للالعاب الرياضيه. وكان هيراكليس في العصر الهلينستي معبودا للزراعه والمزارعين، خصوصا للوافدين اليونانيين العسكريين من بلدهم الى مصر للاستقرار بها. وقد احتل هيراكليس مكانه دينيه متميزه لدى المصريين بعدما نقل عباداته الى مصر، ثم بدا يقترب بالمعبودات المصريه. اسباب اختيار الموضوع. يكمن اسباب اختيار الموضوع في قله الدراسات والابحاث التي تتناول هيراكليس في الفن المصري خلال العصريه، قله الاعمال المبدعه في المكتبه العربيه، والدراسات السابقه القليله التي قامت بتناول المؤلف هيراكليس قد تناولته من بعض الجامعات التفصيليه على الرغم من اهميته. اهداف الدراسه. رغم وجود النماذج المصريه الخالصه خاصه بهيراكليس الا انها جاءت ذات موروث فضائي يخلط بين الموسيقى المصريه القديمه والتاثيرات اليونانيه والرومانيه. ثانيا وجود الجانب الفني المصري في العصر اليوناني والروماني كثير من الافكار ومعتقدات المصري القديم في تلك الفتره، ويعرفنا على موضوعات متنوعه متناوله آنذاك سواء في فن النحو والنقش والتشكيل وما الى ذلك، وما تحمله دلالات دينيه وفنيه. ثالثا يلاحظ ان التحليل الفني لقطع الاثريه المستشفى في مصر في العصرين اليوناني والروماني يلقي الضوء على بعض المفاهيم الدينيه التي سبقت تلك الفتره. رابعا عقد دراسه مقارنه بين المؤلف هيراكليس والمعبودات المصريه المفترضه به، وعقد الاهم المدن المقامه في مصر التي اتخذت المؤلف هيراكليس اسما لها خلال العصرين، وعقد المعابد التي ذكر فيها اسم والتسميات في تاريخ الفن وعقد هيراكليس في مصر خلال العصرين مع تحليل القطعه الفنيه تحليلا اكاديميا وفنيا. صعوبات الدراسه تتمثل في قله الابحاث في هذا الموضوع، وكانت جائحه كورونا امر الاثر في هذه الصعوبات نظرا لتعطيل عمل المكتبات ووضع قواعد زمنيه للزياره المكتبيه. منهجيه الدراسه. تم الاعتماد على في هذه الدراسه على المنهج المصري التحليلي للقطع الاثريه التي تناولت. الفصل الاول به 3 مباحث. المبحث الاول الاسم والاصل والنشأة والسمات الشخصيه لهيراكليس. ثانيا مهام هيراكليس الاثنى عشر رئيس الافارقه. والمبحث الثالث والاخير مغامرات هيراكليس الثانويه. الفصل الثاني اولا تأليف وعباده هيراكليس. ثانيا اقترانات هيراكليس بالمعبودات المصريه مثل امون وقرص حزبقراط وحشيش وشوق. ثالثا اقتران هيراكليس بالملوك البطالمه والاباطره الرومان مثل اسكندر الاكبر وبطاريوس الثاني اخاوس الاول وبطاريوس السادس الامبراطور كومودوس دوميتيان نيرون. رابعا مدن تحمل اسم هيراكليس في مصر مثل مدينه هيراكليوبوليس ومدينه هيراكليو. خامسا اماكن عباده هيراكليس في مصر مثل معبد هيراكليس في البحر البحريه، معبد هيراكليس كالينيكوس في البحر البحريه، معبد هيراكليس في قصر اللفه في البحر الفاتحه، ومعبد هيراكليو. الفصل الثالث يحتوي على مبحثين. المبحث الاول تونس تصوير هيراكليس في الفنون المصريه، يحتوي على 14 طراز. الطراز الاول طراز ديسيبوس يصور هيراكليس بمنظر رياضي مستريح متامل وحزين ومرهق بعد حياه العمل. يصور الطراز في النقش 8 مشاهد من اعمال هيراكليس الاسطوريه، كما اظهر هيراكليس الحركه في العمل الفني من خلال اتجاه الراس والجذع لليسار، يبتدئ بيده اليمنى على الهواء ويرتكز على ساقه اليمنى، ولم يكن العمل الفني ليست جيده، وتصوير العين كان دائما وابراز قوه العضلات اليد والصدر. ومن امثله الجذع الفني هيراكليس يستريح من طراز ديسيبوس من القاهره، ونقش على مصباح زيت من التركه يصور صراع هيراكليس مع اسد نيل من اسكندريه. الطراز الثاني طراز الجيسي هيراكليس يصور هذا الطراز هيراكليس شابه ويرتكز وزنه على ساق اليمنى، ينظر الى يمينه ويرتكز الاسد على راس وظهره وكتفيه وساعده الايسر. وفي هذا التمثال البرونزي اللي هو في متحف المتروبوليتان فقدت الهراوه جلد الاسد لانها كانت من مواضع عضويه كانت المفروض بتدي محاكاه اكثر للطبيعه. كما يحمل في هذا الطراز هيراكليس بيده اليمنى التفاحات ويمسك بيده اليسرى الهراوه المتجهه الى اسفل. الطراز الثالث طراز هيراكليس الآمن. يصور هذا الطراز هيراكليس في مرحلة الشباب مرتكز على ساقه اليسرى وناظرا إلى يساره معلقا على ساعده الأيسر جلد الأسد. يحمل في يده اليسرى القوس أو التفاح في بعض الأحيان، والهراوة سواره لا تصل إلى الأرض، بينما دعامه في وقت واحد على صخرة أو رأس الطرف. من الأمثال التسع والخامس صغير هيراكليس في متحف المصري القومي. الطراز الرابع لمبات هيراكليس يصور هيراكليس شاب
شابا يرتكز على صدر اليسرى ويظهر ان الرئيس مسكن خرواته للاسفل وتستند على سطح او على راس الصوت مع انحناء جسره يمسك طقس وسهم بيده اليسرى وتعرض جلد الاسد على ساعده الايسر. هي الامثله تشكيل الرئيس من الحضره الاستمراريه في العين الجميل. الخلاصه الخامس رأس الرئيس اسينس سويها الرئيس في الولايات الرئيس 10 اساليب. واول اسلوب يرتدي الرئيس جلد الاسد على راسه ويرتكز على سطح اليسرى ويحمل في يده اليسرى التفاح. بينما الاسلوب الثاني يرتدي جلد الاسد على راسه ويرتكز على قدمه اليسرى. والاسلوب الثالث يرتدي جلد الاسد على كتفيه ويرتكز على الساق اليمنى. والاسلوب الرابع يتدلل جلد الاسد الملفوف من الساعد الايسر ويرتكز على الساق اليمنى وتحمل اليد اليسرى التفاح او طبق صغير من التراث السوري. والاسلوب الخامس يرتدي جلد الاسد على راسه ويرتكز على الساق اليمنى ويحمل اليد اليسرى التفاح. بينما الاسلوب السادس يرتدي جلد الاسد كقناع ويرتكز على الساق اليمنى ويحمل اليد اليسرى القوس. والاسلوب السابع يرتكز على ساق اليمنى ويحمل في يده اليسرى الغصن. بينما الاسلوب الثامن تستريح اليمنى على الغراء ويحمل في يده اليسرى رغمه القوس ويرتكز على ساق اليسرى. وفي الاسلوب التاسع يرتكز بوزنه على القدم اليمنى وتستريح يده اليمنى على الغراء بينما يده اليسرى على الذراع. واخر الاسلوب بيرتكز على ساق اليسرى ويحمل في يده اليسرى اما التفاح او القوس ويتدلل جلد الاسد من ساعده الرئيس. من الامثله مثال مكمل للرئيس من الاسلوب الاول التراث الاساس من مصر السفلى. والتراث السادس تشرشل الرئيس ويد الرئيس اليمنى مرتكزه على الغراء ويد اليسرى متقدمه للامام. ومن الامثله جزء من الرئيس من منطقه الصحفين الاسكندريه بالمتحف اليوناني الروماني. التراث السابع تراث ميريوت من الرئيس مصور في 8 اساليب. الاسلوب الاول هو يرصد اليمين ويركز على ساق اليسرى ويجيب الاسد معرض على الساعد الايسر والراس. والاسلوب الثاني يده اليمنى على الغراء ويده اليسرى تحت التفاح او القفص ويرتكز على ساق اليمنى ويجيب الاسد معرض على الساعد الايسر. بينما الاسلوب الثالث يده اليمنى على الغراء واليسرى تحت التفاح او القفص ويرتكز على ساق اليسرى ويجيب الاسد معرض على الساعد الايسر. والاسلوب الرابع يده اليمنى على الغراء وتحمل اليد اليسرى الصاعقه ويرتكز على ساق اليمنى. بينما الاسلوب الخامس يده اليمنى على الغراء واليد اليسرى تحمل الكره الارضيه ويرتكز على ساق اليسرى ويجيب الاسد معرض على الساعد الايسر. والاسلوب السادس يده اليمنى على الغراء ويده اليسرى تحمل الكتفون ويرتكز على ساق اليسرى. الاسلوب السابع يصور فيه الرئيس المتشابه مع السرابيس ويده اليمنى على الغراء واليسرى تحمل التفاح وكما يرتكز على ساق اليمنى ويجيب الاسد معرض على الساعد الايسر. اما الاسلوب الاخير يده اليمنى على الغراء وتحمل اليد اليسرى المسطح السكير اليمين ويرتكز على ساق اليمنى ويجيب الاسد معرض على الساعد الايسر. من الامثله جزء على الرئيس من الحر الجيد الارض الناعم. الاسلوب الاول تراث نيويورك الرئيس من القرينه وقالب بنوز يصور اعمال الرئيس. الاسلوب الثاني من نيويورك الرئيس من القرينه. التراث الثاني التراث الفرنسي للرئيس يصور التراث الرئيس الحرام وطبيب الاسد تحت اليد الايسر وتستند المراه على سطح راس الصف ويحمل باليمنى التفاح على ظهره وتحمل اليسرى القوس. ويصور هذا التراث شكلين. الشكل الاول من التراث الفرنسي يصور يد الرئيس اليمنى على ركبه ويحتوي هذا الشكل على اسلوبين. الاسلوب الاول اسلوب الاسلام ويصور الرئيس مسلم وقافله راسه الى اليسار. من الامثله التشكيليه الكتب تسعى الرئيس من الاحوال الاسكندريه. واسلوب الخروج الجنه يظهر الرئيس مسلم ويميل بالجسد من ناحيه اليسار ويضع يده اليمنى على ركبه الايمن ويده اليسرى تستند على ظهره. وتبدا المهرجان من اسفل الكتف من الرئيس الايسر كما ترتفع حواجز الاسد وفي النقشه تجري الاسد على الاسد على صدر الرئيس. امثله تشكيل الرئيس من الخيال. الشكل الثاني يصور يد اليمنى خلف ظهره ويحتوي على 8 اساليب. منهم الاسلوب ارقص وده يميل للرئيس براسه الاسد من ناحيه اليسار ويضع يمناه خلف ظهره ويحمل التفاح. ويستند ذراعه الايسر على الخرابه موطى بيد الاسد المستند على صخره كما تتقدم قدم اليسرى عن اليمين. من الامثله تشكيل من الرئيس وضع رحم المقاطع الحق في الاسكندريه. والاسلوب الثاني الشفره سمونه يصور الرئيس بسن كبير وتنحني راسه بشده اليسار وكان ينظر الى شيء ما على الارض ويميل بجسده ناحيه اليسار وذراعه اليسرى متهدده بالرفع على الهواء ومكسور بيد الاسد وعلى صخره كبيره. ويده اليمنى خلف ظهره تحمل التفاحات. ومن الامثله تشكيل من التراكوت المتقدسه من الاسد. والاسلوب الثالث
فهو يميل بجسمه ناحيه يمينه ويقبض القسم الهرمي اليسرى مما يؤدي الى رفع كتفه الايسر للاعلى ويسند ذراعه الايسر على ذراعه بالضغط بينما ذراعه اليمنى خلف ظهره يحمل التفاح والامثله اللي بيسمى الرئيس في المتحف المصري. تمام. طراز الرئيس كفاله بيحتوي على اسلوبين، الاسلوب الاول يصور الرئيس وهو بادين والمراه موضوع على كتفه، ومن الامثله تشكيل من التركيب الرئيس في وضع الرحم وارض الحضره. بينما الاسلوب الثاني يصوره في لبسه بشكل درامي ومثل شخصيه كاريكاتوريه، ومن الامثله تركيب من الركان يصور الرياضه. هنا كل الرجل. طراز الرئيس الفيكس ده يصور الرئيس شابا جالسا على صخره متقابل الاسد ويمد اليد اليمنى والقدم اليمنى للامام ومستقيم اليد اليسرى على الظهر مرفوعه على اليمين. وده يصور الراس من الامثله تمثال الرئيس من الاصل الحادي عشر. طراز الرئيس الرئيس يصور الرئيس جالسا على الصخره واليد يمينه لاسفل على المراوه واليد اليسرى نحو الانتفاخ وتمثال الرئيس ضمن الامثله تمثال الرئيس على وضع الراحه من شارع وقت الاول الاسكندريه. الطراز الثاني عشر الاسلوب الثاني منه يصور الرئيس خبره بالنسبه للعلم والاسم الموظف في الاسد وعالم النقص. ومن الامثله عمله زي تصور الرئيس من الاسلوب الثاني في بصرون الاسكندريه. الاسلوب ال 13 الاسلوب الاستخدامي الجالسي تظهر فيه تاثيرات اسكندريه على التماثيل واسم الرئيس. الامثله في التماثيل تمثال الى حجر الجيل للرئيس الطراز الاخير الطراز التركي ظهر بالاشاره الاسلحيه والاسرائيليه الاسلحيه العاديه ومن اثار الحكم البيزنطي ومن اسباب مصر التركي. ينقسم الطراز التركي الى ثلاث اساليب: الاسلوب الروماني المتاثر بالفن الانجليزي، الاسلوب المسيحي في القرن الخامس والسادس، الاسلوب التركي في القرن السادس والسابع الميلادي. من الامثله قطعه من النسيج والرسوم والحكايه، قطعه نقش بارز من الحجر الجيري وتمرين على شكل رأس بالكروشيه ورسم بداية النقيس وبعض المعمودات على حائط الأمام. بالنسبة لحساسية المخصصات للرئيس عندنا نوعين من المخصصات، مخصصات للرئيس من الحيوانات ومخصصات أخرى للرئيس. أول واحدة الأسد أو رداء الأسد، عندنا مثال قرب رئيس رداء الأسد الخاص بالرئيس في المتحف المصري. والخنزير طالب الضغط في الخنزير المنفس في من لندن. مخصصات أخرى للرئيس في الهراوة، المثال هي آنية للتركيب شوف الهراوة من الاسكندرية للمتحف اليوناني والروماني وعقدة للرئيس. قلد التركيب من الولايات الاسكندرية اليونانيين مثل البطالمة بيحسبوا الأساس المقدونية واللي كانت 4 عصور ممكنة للرئيس، وذلك بابتداء خط الرأس المعدني ما فيش عليه عقدة للرئيس والتي جاءت من دستور قصر أسدين. ومن الأمثلة الصور الذهبي اللي بيه عقدة الرئيس من الشرقية. الخيتمة وأهم نتائج البحث. ورعى ملوك الدولة الوسطى في الصيد، وصدرت مناطق الزراعة والصيد على المناطق في اليمن المطورة في الفيوم، وكذلك بيصور من الرئيس في أساطير مصادر الريش الجبلية الضخمة. قدوم ملوك الدولة الوسطى المكتوبة المصرية كذلك يكون الرئيس المكتوبة اليونانية. تتشابه معارك ملوك الدولة الوسطى التي كانت تهدف لتحقيق وحدة البلاد مع معارك الرئيس في البلاد المختلفة. كما تتشابه ممارسة ملوك مصر القادمة الحكم مع رئيس الأطفال الثلاثيين، كذلك في ارتباط الرئيس وقنصل وكشف مصر مع الأطفال الثلاثيين بالطاقة الأبطال. يظهر في الوش جنوب الفرعون وكأنه يحارب الفضل مع دعم ضئيل من الجيش كذلك دور الرئيس في أعمال الاسم عشر. لم تعرف البلاد المصرية القديمة عبادة الأطفال ولكن عرفت عبادة بعض ملوك مصر القديمة باسلين كذلك عبادة الرئيس بشجاعته وسلامته. اكتب ان الرئيس من ملوك البطالمة والأباطرة والملوك في محاولة منهم التشابه بين شجاعته ورسالته وللاعتراف بنسبهم منه لإطفاء شرائع الحكومة. تشابه الملك بطليموس الثاني وزوجته برينيكي باعتبار الرئيس هو أم ثاني. اقتران الملك الملوك البطالمة من الرئيس الطفل والذي جعله يشتغل في عبادة الملك البطلمي. استخدام مخصصات الرئيس الرمزية من رموز الحماية مثل نقش عقدة الرئيس في حلي النساء. اقتران المعبودات المصرية بالرئيس مثل أمون وحرص الحبوبات والحشيش والشروق وعبدت تفرد من أفراد السادس الأسكندرية. اعتمد الفلسفة على الرموز الدينية بشكل أساسي في التعبير عن الخطوط المسيحية رغم الاضطهاد السائد في فكرة الحياة،
وبذلك اقتبس الفنان القبطي عناصر فنيه من الحضارات ومزجها مع الخطوط الدينيه. ومن تلك الاقتباسات يسوع في المسيحيه شخصيه متواضعه فقد العديد من الصعاب ولم يكن الكثير ممن حاول يقدره الا بعد ان صلب. كذلك الابليس كان يجرح ويتعب في اتمام اعماله بس 10 بدون مقابل، ولم يقدره تلك القدر الكثير من البشر حتى مات، فبدأوا يقدسونه ويعبدونه. رقم 2 مثل يسوع بالمسيحيه في المشهد الصلب لانه توفى ثم قام من بين الموتى وارتفع الى السماء. كذلك هيراقليس فقد قال ابو بطرس بينما كانت المحرقه تحترق قيل ان السحابه جاءت تحت هيراقليس وحملته بصوت عالي من الرعد الى السماء ثم نادى الحدود. رقم 3 تأثرت بعض الأناجيل بأساطير المختلفين فصور يسوع في أعمال الرسل بأنه خارق للطبيعة وكان رفضا لابن إله وقد تم انتقاله من الفيل إلى الثالث مع عدم وجود جسد له. كذلك كان هيراقليس قد نال الخلود بعد إتمام أعماله 12 هو ميت بالفعل ولكنه صعد إلى الجنة ولا يوجد أثر لجسده ويبقى الاختلاف بين يسوع وهيراقليس في بعث يسوع من جديد بفعل هيراقليس. باستخراج النسب المئوية أكبر النسب المئوية في التشكيلات التلاتون 36 ونسبة اللحم مرتفعة برضه بنسبة 12% وبالتأكيد العملة بنسبة 9% كما جاءت مع عدده بنسبة 4% وممكن بنسبة 2% وده بسبب الانتصار مع عدده المدن. وباستخراج النسب المئوية لأماكن اكتشاف آثار هيراقليس أكبر النسب من مصر مصر السفلى ومدينة اسكندرية 69% ونسبة البرد الكبير كانت 19% من نصيب مصر السفلى كمدينة الفيوم وأصغر النسب في مصر الوسطى والعليا بنسبة 6%. شكرا وتقدير. أود في البداية أن أتقدم بالشكر والامتنان والعرفان والتقدير للأستاذ المعلم الأستاذ الدكتور خالد بلال رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة والذي تفضل بالموافقة على الإشراف على رسالتي ولم يكن بأي جهد في تقويم الرسالة وتصحيحها وقدم توجيهاته القيمة والملاحظات السديدة التي ظهرت آثارها في وصول هذا العمل إلى ما وصل إليه. أسأل الله أن يجازيه عنه خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر والامتنان والعرفان والتقدير للأستاذ ومعلمي الأستاذ الدكتور عبد الحميد مسعود أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس والذي تفضل بالموافقة على الإشراف على رسالتي والذي غمرني بعطفه وقدم لي يد العون تضاءل الكلمات والعبارات ولطافة وجهده وعلى ما قدمه من توجيهات قيمة وملاحظات دقيقة كان له عظيم نفع بالغ الأثر في وصول هذا العمل اللي وصل إليه. أسأل الله أن يجازيه عنه خير الجزاء. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة المناقشة المكونة من كل من الأستاذ الدكتور عبير عبد المحسن القاسم أستاذ الدكتور قسم الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة دمنهور ونائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والأستاذة المساعدة الدكتورة منى جبر عبد النبي أستاذ التاريخ الفني المساعد كلية الآثار جامعة القاهرة يتفضلون بقبول مناقشة هذا البحث وأطبق أعمالهما لسيدهما وزير الشكر والعرفان. أولا وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير إلى من شاركتني الخير والشر ولم تتذمر يوما قومي بغالي وإلى من أتمنى الشكر مستقبلون وشكر أخوتي الغاليين الأستاذ الدكتورة إيمان والدكتورة أمينة طه وللجموع أهلي وأحبائي ورحمة الله على أبي العزيز. أسأل الله أن يجعل كل عمل صالح لنا في الميزان بإذن الله وللأخ العزيز هشام وجلس الغالية منه لما بذلوا من جهد ووقت لإعانتي على عمل هذا ولما قدموا زوجي من الحث الدائم على إتمام هذا العمل بإتقان. وأتوجه بالشكر والعرفان لصديقاتي وزميلاتي دعاء سراج الدين وأمين العرب ومعه وسيلة لما قدموه لي من النصح والإرشاد والشكر موصول لجموع أهلي وأحبتي وزملائي وأصدقائي جزاهم الله خيرا على دعمهم لي طوال رحلتي. نفعنا الله بعلمنا ونفع بنا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا. النقطة العنيفة كتاب الدكتور منى جبر لمناقشة أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في البداية طبعا لازم أشكر أستاذي العزيز دكتور خالد على الدعوة الكريمة ودايما بقول دكتور خالد مش بيبخل علينا جميعا يعني كل حد فينا في جميل من دكتور خالد عليه. فحقيقي يعني أنا بعتز مع دكتور عبد الحليم ودكتور حسان ودكتور خالد كانوا 3 أساتذتي وبشرف طبعا إن هم أساتذتي. أنا سعيدة صراحة مع الأستاذة الدكتور علي قاسم حضرتك نورتي المكان وحضرتك صاحبة مكان أصلا ويا رب إن شاء الله ما تكونش آخر مرة وآخر لقاء بينا بإذن الله.
وسعيده بوجود حضرتك معانا النهارده. برحب طبعا بالطالبه اماني، اهلا وسهلا بيكي وباسرتك، واهلا وسهلا بالساده الحضور، شرفتونا ونورتونا. وبرضه برحب بزمايلنا الصغيرين للصف الصغير، اهلا وسهلا بيكم، نورتوا. ده مولد النهارده اول مره كده يا مان. الحقيقه طبعا في البدايه لازم يعني اتكلم عن مميزات الرساله، وليا بعض الملاحظات. يعني اذا رايتي بالاتفاق مع اساتذتك انها تعمليها مفيش مشكله، انما يعني هذا ليس لزاما عليكي، انما توريها لاساتذتك، واذا راوا ان فيها اوكي ان هي تتعمل تتعمل. طبعا الموضوع حلو قوي، يعني موضوع دراسه الاعمال الفنيه الخاصه بالترابيز في مصر في الفتره اليونانيه الرومانيه موضوع هايل، يعني موضوع حلو جدا. لما شفت يعني غلاف الرساله ولقيتك تاريخ فن، يعني انت هنا دبلوم تاريخ فن. طبعا بعد ما دكتور انا بشوف ان طالب تاريخ الفن كمان اكتر واحد متميز يقدر يعمل الموضوع ده. بالرغم من بعض الملاحظات طبعا اللي ارجو ان يتسع صدرك ليها، واللي انا ان شاء الله هقول لك عليها. فالموضوع طبعا رائع، يعني طريقه التوثيق اب تو ديت، وانا بفضل هذه الطريقه في التوثيق. يعني التوثيق عندك رائع جدا، جميل. انت جمعتي داتا هايله وعرضتي التولز جميل جدا، عرضتي التولز حلوه قوي. وليا بعض الملاحظات هقولها لك في وقتها. يعني بعض الملاحظات بقى زي مثلا النسخه المطبوعه بتاعتنا، مثلا في بعض الصفحات فيها يعني كلام مش باين وطباعتها سيئه، زي مثلا صفحه 8 على سبيل المثال. هذه صفحه 8 فكده شارك انا بفضل طبعا ان انت تطبعي النسخه الاول، تبصي عليها ورقه ورقه، ويبقى لطيف جدا ان انت تغيري، بس انت مش هتطبعي تاني، انت هتغيري لان الخطا ده متكرر في صفحات كتير قوي. هتغيري بس الورق دوت على اعتبار ان دي حاجه بتدي فكره عن الباحث، يعني الباحث مش مهتم يعمل نسخه كويسه بعد كل المصاريف دي، كمان احنا متفقين يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه في اخطاء في بعض ارقام اللوحات، انا سمعت لك بعضها. تراجعي النسخه قبل ما تديها للمناقشين، المفروض تجيب الكتالوج وتحاولي تقارني اللوحات، ولو في خطا في بعض الارقام انا بحاول طبعا بعض الارقام تعمل. في برضه انا لما بتجيني رساله في التخصص بتاعي اللي هو تاريخ الفن، انا ببص على الاربع حاجات دول، ببص على العنوان، ببص على التوثيق، ببص على الكتالوج، وعلى الدراسه التحليليه. انا الحقيقه مش عامله فصل مستقل للدراسه التحليليه، وده قلل من المجهود اللي انت بالفعل باذلاه. يعني انت مجمعه داتا هايله، لازم الفصل التحليلي ده اساسي في شغل تاريخ الفن. فانا عندي اقتراح اقوله لك برضه في وقته اذا حبيتي تعمليه. الحاجه الثانيه الكتالوج انت وزعته لي جوه الرساله، وانا برضه بفضل ان الكتالوج يبقى على بعضه، سواء كانت هي فوليوم واحد، يعني سواء هي كانت نسختين، يعني جزء اول وجزء ثاني، او هي جزء واحد. بالنسبه لي تعملي ملحق للاشكال التوضيحيه او ملحق للوحات وتحطيها لي كلها مع بعض. ده اولا بيبين شغلك، ثانيا بيريح القارئ بقى ايا كان متخصص او غير متخصص. برضه الاخراج العلمي، بعض الترتيب بتاع الرساله برضه يفضل ان انت تبصي عليها برضه، او تخلي حد متخصص يبص على التنسيق بتاع الرساله، وكده يبقى تمام جدا. من الحاجات الحلوه قوي طبعا الدراسه الاحصائيه، وانا بفضلها. يعني كل الطلاب سواء كنت بالاشراف المشارك مع استاذي او حتى لوحدي، الدراسه الاحصائيه في المجال بتاعنا مهم جدا جدا، وانت عاملاها حلوه قوي حقيقه. ليا برضه تعليق على مكان وضعها في الرساله، انما هي رائعه حلوه جدا. هستأذنك بس تجيبي الغلاف. انت طبعا على اللائحه الجديده اكيد، لان طالما مسجله في مالي يبقى انت على اللائحه الجديده. طيب هو بحث او رساله مقدمه لاستكمال متطلبات الحصول على درجه الماجستير. انت بتكملي لان درجاتك اللي قبل كده محسوبه، فاحنا بنكمل. يبقى بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجه الماجستير، تكملي زي ما انت كاتبه في تاريخ الفن. تمام؟ دكتور خالد طبعا استاذ ورئيس قسم الاثار اليونانيه الرومانيه، كانت كاتبه رئيس قسم، بس لا هو استاذ ورئيس قسم الاثار اليونانيه الرومانيه، معلش. برضه في نجيب بقى الغلاف الانجليزي عشان يبقى مره واحده. انت برضه من الحاجات اللي انا شايفه ان انت ما اهتمتيش بيها، برضه انت جايبه بلان تو ريسيرش،
استخدام، يعني دي مش خطه البحث، لا ده البحث كله. تمام؟ فهتصلحيها بس، وبعدين بتقولي ريجستر، انت لسه هتسجلي؟ لا، هي المفروض تبقى سبميتد ان شاء الله بعد الايه بقى؟ بعد المناقشه. فتصلحي الحاجات الصغيره دي لانها ان دلت على شيء بتدل على الدقه بتاعه الباحث نفسه وهو بيشتغل. استاذنك تجيبي فهرس المحتويات. احنا طبعا بداتي بالغلاف، بعدين على طول تحطي الايه، يعني انت ليه بعد الايه كده؟ تحطي الايه الكريمه بعد الغلاف مباشره. تمام كده؟ تقدر تدخليها كده في قائمه الفهم. الايه تمام، وبعدين هتحطي الشكر بعد الايه، وبعدين هتحطي لي بقى الاكستراكت او ملخص الرساله والكلمات الداله او الكلمات المفتاحيه. تمام؟ زي حضرتك بتقول بلاش قال تعالى. ماشي. قال تعالى فوق الشيء. تمام كده؟ بالنسبه بس للكلمات المفتاحيه مهم قوي تحطيها باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، انت حطاهم طبعا، بس هم المفروض ما يزيدوش عن 10 في كل البروفايلز، يعني يا ريت يقلوا بس ما يزيدوش عن 10. كمان انت مركزه قوي في كل المصطلحات اللي انت كاتباها على الاثار، المدن، المعابد، انت شغلك فن. فهي دي لازم تحطي مصطلحات من الطرز اللي انت جايباها، اهم الطرز، وخصوصا الطراز لسيبوس، لان كل الاعمال راحت جريت جت ما بعدتش عن طراز لسيبوس هنا. تمام؟ يبقى دي حاجه. نبدا بقى بفهرس المحتويات، وهو مش مرقم، هو لازم ياخد ارقام، يا اما ياخد ارقام يعني حروف هجائيه الفابيتك عربي، يا اما ارقام لاتينيه. ده قدامك مش مشكله، اختاري اللي يريحك بس وضحتي. تمام؟ طبعا الفهرس انت كاتباه كويس، معمول كويس، بس انا عندي مشكله بقى في تقسيمه الرساله. التمهيد انت اتكلمتي عن هيراقليس ودوره في الرياضه، تمام؟ مفيش مشكله. وبعدين جيتي عملتي فصل كامل عن عباده واثار هيراقليس في مصر. الرساله في الفن مش في العماره ومش في الاثار. فانا كان في رايي انك تعملي التمهيد كله كده، يعني تقللي هذا الفصل، لانه كده ابص الاقي هيراقليس في الاسطوره اليونانيه ادي فصل، عباده هيراقليس والاماكن الخاصه بيه ادي فصل، واصبح عنوان الرساله الاساسي فصل واحد في الرساله، فده هيبقى 70 على الرساله بالرغم من المجهود الفظيع اللي انت عملتيه. تمام؟ يبقى انا ممكن جدا تقللي الفصل او تسيبيه، ما عنديش مشكله، براحتك مع الساده المشرفين، وتخليه مع التمهيد، لان التمهيد دي صغير جدا وما فيهوش ولا عنوان واضح اتكلمت فيه. انا اضطريت انا اعمل له انا عناوين علشان يبقى في افكار واضحه بتتكلمي فيها. بالنسبه للفصل الثالث وهو اطول فصول الرساله، انت بتتكلمي من صفحه 66 لصفحه 209 كتير جدا. فلازم من وجهه نظري عشان الشغل ده يبان وجمال الطرز اللي انت جايباها ان انت تقسميه فصلين، فصل تعرضي فيه الطرز وفصل تعملي الدراسه التحليليه. انت عملت كل جزء تحليل تجمعي بقى كل التحليل الصغير اللي انت عاملاه وتعملي لي فصل خاص بالدراسه التحليليه، ويبقى كده بقى عندك فصل عن الاسطوره. وهو هنا مهم عشان مهام هيراقليس مع مخصصاته دي اللي انت اصلا هنعرف منها الطراز، وبالتالي لازم تجيبيها. تمام؟ انا مش معترضه عليه، لكن ان انا اتكلم عن الاثار بتاعت هيراقليس في دراسه عن تاريخ الفن دي تحسب على الطالب. اما بالنسبه لان اجيب فصل كامل من صفحه 66 ل 209 ممكن يتقسم فصلين، وبكده يبقى شغلك تمام. وده برضه بالرجوع لاساتذتك. برضه فهرس الاشكال، انت دلوقتي لو الرساله فوليوم واحد يبقى بعد فهرس الموضوعات تكتبي لي على طول فهرس الاشكال التوضيحيه او فهرس اللوحات على حسب ما انت مسمياه. تمام؟ يبقى مباشره بعد الفهرس ده تجيبيه لي هنا، لكن انت عامله لي 3 فهرس جوه، لا، هو الفهرس هيتعمل مره واحده بعد فهرس الموضوعات، تحطي لي فهرس الكتالوج او الاشكال التوضيحيه، سواء كان اشكال او لوحات، وتجمعيهم كلهم في حته واحده، سواء في فوليوم مستقل او في نهايه هذا يعني في الجزء ده، طالما هو خلاص جزء واحد. تمام؟ قائمه الاختصارات كويسه، لكن دايما احنا بنحط المدينه اللي فيها اصدار الريفيو او الكولكشن. فمثلا الجي اي بتصدر احيانا لندن واحيانا كايرو، فتكتبي كايرو لندن وتعملي شرطه بينهم مثلا. انت كاتبه الافاو ده اسم المعهد ما يتكتبش، لكن انت كاتبه الافاو اوريدي، دي الكولكشن او الريفيو اللي بتصدر عن
المعهد الفرنسي للاثار الشرقيه، يبقى احنا هنشيل كل اسماء المعاهد وهنسيب بس الكوليكشن والريفيو اللي بيصدرها المعهد، وتحطي لي اسم المدينه في كل ده، كل كوليكشن من دي اسم المدينه اللي بتصدر من خلالها الكوليكشن او الريفيو. المقدمه صفحه ألف، لا احنا الترتيب في المقدمه بيبدا من صفحه 1 عادي، يعني تبداي الرساله من هنا صفحه 1. تمام؟ عايزه بقى تاخدي الابجديه تحطيها للفهرس او تعملي لاتيني مفيش مشكله. بالنسبه للدراسات السابقه انت عرضها كويس، بس احنا ما بنفرقش بين الدراسات باللغه العربيه والدراسات باللغات الاخرى، لان انت هتكتبي كل الدراسات ترتيب تاريخي من الاقدم للاحدث، بغض النظر هي مكتوبه باللغه العربيه ولا بلغات اخرى اجنبيه. تمام؟ أبجد هوز يبقى ألف ب ج د مش ألف ب ت ث، مش أبجد تسع، أبجد هوز ترتيب الصفحة. التمهيد زي ما قلت لحضرتك التمهيد صغير جدا، يعني ما استغلتوش كويس، كان ممكن بقى تستغليه في كل اللي انت عملتيه في الفصل الثاني وتوفري الفصل لعرض الطرز والفصل الثاني للدراسه التحليليه، وده طبعا زي ما تشوفي انا عامله لك افكار، اذا حبيتي تقسمي بالافكار اللي انا مقسمها لك برضه مفيش مشكله. برضه في صفحه 6 اخر حاجه في التمهيد انت بتتكلمي عن امتى اتاسست نقراطيس. ما هو مش هنا، يعني دي مش المناسبه، لا اي معلومه زياده عايزه تقوليها تحطيها في الهامش، ومن ضمنها معلومه زي دي، ما تجيليش في وسط كلام احنا مش فيه خالص، مش في الموضوع، وتقعدي تناقشي امتى نقراطيس، لا يبقى تتحط في الهامش. وعلى فكره الهامش ياخد رقم عادي بقى، النجوم والحاجات دي لا خلاص تمام، ياخد رقم عادي جدا. فالفصل الاول كويس، يعني انا مش هتكلم فيه كتير، واهم حاجه فيه هو اعمال هيراقليس، لان من هنا احنا هنعرفه. وطبعا تتكلمي عن تأليف هيراقليس والخلود بتاعه، انت بتتكلمي عليه بعد كده مش هنا، هو هنا مكانه. لا لازم تتكلمي هنا طالما بقى بتتكلمي عن الاسطوره اليونانيه. بس انا بعتب عليكي شويه، انت ليه اهملتي في كتب كتير قوي عن الاساطير باللغه العربيه وحلوه، انت ما رجعتلهاش خالص. يعني المكتبه العربيه في ال50 سنه الاخيره سواء فيما يخص الاساطير او حتى الفنون القبطيه لما هنرجع لها بعد شويه، في المكتبه العربيه فعلا فيها كتب كويسه. في كتابين هايلين للدكتور منى حجاج، في المعاجم بتاع الدكتور امين سلام، الدكتور عبد المعطي شعراوي، وقبلهم بصراحه كتاب كملا وهو مترجم وباللغه العربيه، كانت هتفرق كتير جدا مع اللي انت جايباه، مع بالاضافه الى اللي انت جايباه، فانت ليه تعملي المكتبه العربيه طالما الكتب كويسه بتقدري ترجعي لها. برضه رساله دكتور مصطفى زايد انت ما رجعتلهاش تقريبا، هل انت ما عرفتيش توصلي لها في طنطا ولا انت خايفه تقولي ان انت واخده منها؟ لا بالعكس انا واخده منها. فهي تمام، يبقى ما تجيبيش الرساله دي تاني. اني اسف. فانت بقى الفصل الثاني صفحه 33 انت بداتي بتأليف هيراقليس. لا ده بقى هيتنقل مع الفصل الاول خلاص، لانه هو اتألف عندنا ولا هو جاي لنا مؤلف جاهز؟ هو خلص كل حاجه وبعدين جالنا هنا. يبقى كل حاجه بتتحط في مكانها. تمام؟ الفصل ده زي ما حضرتك بقى تشوفي، اذا سبتيه مفيش مشكله، اذا حولتيه للتمهيد عشان توفري فصل برضه مفيش مشكله. كذلك كان بعض التعليقات البسيطه فيه، زي مثلا صفحه 36. صفحه 36 برضه اتكلمتي عن ثالوث الاسكندريه. برضه كتير قوي حطيه في الهامش، يعني لو حابه تحطي معلومه حطيه في الهامش، لكن كلامك الاساسي عن علاقه ايه بقى؟ عن علاقه هيراقليس بثالوث الاسكندريه، تمام كده؟ وما ذكرتيش العلاقه. قولي لنا بقى ايه علاقه هيراقليس بثالوث الاسكندريه؟ هو ذكرتيها بعد كده في الفصل بتاع الطرز، انا اعتقد ان انت دوختيني. اتفضلي. بالظبط، هو عبد زي حضرتك بالظبط كده في الثالوث، وفي لوحه فعلا بتفسر على كده، وانا جبتها لك، لقيتك بعد كده جايباها، بس بعد ما انا خلصت الموضوع، فهي عشان كده انا بقول لك كل حاجه تيجي في وقتها كويس.
برضه ثانية واحدة. في صفحة 44 اتكلمتي عن اقتران هيراقليس بالملوك البطالمة والأباطرة الرومان. جبتي عملة للإسكندر. الحقيقة انت لازم تحددي ان هو مكتوب يرتدي جلد الاسد والفيل وقرون امون، هي مش كومبو، يعني هو في اكتر من طراز بيتعمل. يبقى انا عندي الطراز لازم تسكولي كده، ارجوكي حطي المعلومه دي انه في طرازين فقط على حياه الاسكندر، يعني صدروا اثناء حياه الاسكندر. عمله هيراقليس الفضيه ودي اللي تهمنا، اللي فيها معرفه الاسد او جلد الاسد، ده جلد الاسد، دي كلوسوه الفيل، فهنا مفيش اسد. تمام؟ يبقى انا جايبه لك اهو مثال للاسكندر اثناء حياته. طيب مين بقى اللي حط كلوسوه الفيل والقرون؟ ده بطليموس الاول. في حاجه اسمها اصلاحات وقرارات بطليموس الاول بالنسبه لعملات الاسكندر بعد وفاته. الوحيد اللي جرب الحقيقه انه يغير عمله الاسكندر كان هو بطليموس الاول. عمل ايه؟ شال معرفه الاسد وحط كلوسوه الفيل وحط معاها قرون الايه بقى؟ قرون الكبش او قرون امون. وبعد كده لو بصيتي على الصوره اللي انت جايباها، الملامح مش شبه الاسكندر، ده فيها تشخيص، ده شبه ملامح بطليموس. هو كده سياسته الخارجيه كانت جس النبض. هو وانا معجبه بسياسته الخارجيه بالمناسبه جدا، بعيده عن الغرور تماما. جس النبض لحد ما خد سنه 305 بقى لقب ملك وبدا يعمل عادي العمر. هو الوحيد اللي غير عمله الاسكندر. فارجو بس ان انت تصلحي المعلومه دي وتكتبي الطراز دي. وهنا برضه اتكلمتي عن اتالوس الاول. ليه؟ ما احنا اتكلمنا البطالمه والرومان، انت ليه هنا جبتي اتالوس الاول؟ صح 46. وبعدين لسه برضه تيجي جبتيهم هنا. ما انت خلاص احنا مخصصين كلامنا على مصر، يبقى خلاص ما نخرجش. عايزه تحطي معلومه حطيها في الهامش، يعني لو في حاجه عايزه تربطي عايزه تحطي معلومه حطيها في الهامش. تمام؟ انت بقى ما رتبتيش المعلومات حلوه قوي بس تترتب. يعني انت تبداي بطلمي وبعدين ترجعي روماني وبعدين نرجع بطلمي وبعدين نرجع روماني، لا، اقري الفصل كويس وتعرضي الوسائط. بطلمي كلها بطلمي بمعنى مترتبه، الاسكندر البطالمه بالترتيب، وبعد كده العصر الروماني بالترتيب الاباطره. تمام؟ يبقى رتبي بس، هتعملي خط بس هترتبي عشان يبان جمال المجهود اللي انت عاملاه. الفصل الثالث عندك بيبدا من 66 وهو بقى ده الرساله الحقيقيه. عشان كده ارجوك افصلي بين العرض الفني وبين الدراسه التحليليه عشان مجهودك يبقى عشانك انت. زي ما قال دكتور خالد، احنا لما هنخرج ما حدش هيفتكرنا، الرساله هتفضل طول عمرها باسم امان، فده علشان خاطرك انت. فالفصل الثالث ممكن تحطي الطرز كلها، اسم الطراز وسبب التسميه. انت ما اتكلمتيش عن ده، يبقى الطرز وليه اتسمت الطرز كده، سبب تسميه الطراز، ادي واحد، ادي مبحث. بعد كده تحديد الطرز فعليا بتاعت مصر، يعني تقولي لي في طرز زياده في مصر ولا ناقصه، يعني في حاجات بره ما جاتش مصر وفي حاجات في مصر مش موجوده بره، تقولي لي تحددي ده. وبعد كده بقى تعرضي لي مخصصات هيراقليس هنا، مش في الاخر كده زي ما انت جايباها، لان مع اعماله ومخصصاته احنا بنعرفها، فتعرضي لي هنا في الفصل الثالث مخصصات هيراقليس وتقولي لي مناسبه اختيارها. انت ما اتكلمتيش عن مناسبه اختيارها غير في العقده بس. تمام؟ لا، اكتبي لي كده مخصصات هيراقليس ومش جايبه كل المخصصات، لا انا كاتبه لك كل مخصصات هيراقليس، ارجوكي بصي عليها وهاتي كل المخصصات وحطي مخصصات هيراقليس بعد الطرز. وبعدين بقى المبحث الثالث يبقى عرض الاعمال دي. طيب نعرضها ازاي بقى؟ وده راي متواضع ليا عشان انت فعلا هتدوخي القرآن. اول حاجه يبقى خلاص عرضنا الطرز واتكلمنا عنها واللي بره مصر واللي جوه مصر وحطينا، نيجي بقى نقسمها ازاي؟ اولا النحت كله على بعض، وتكتبي لي بقى اذا كان التمثال ده لوسيربيك ستايل اكتبي جنبه لوسيربيك ستايل، لو كان بيرجامون ستايل اكتبي بيرجامون ستايل، تحددي بس جنبها كده هي طراز ايه. يبقى اول حاجه النحت، تماثيل كامله، وبعدين اجزاء من تماثيل، وبعدين بورتريهات. تمام؟ وبعدين النقش ومعاه اللوحات، يبقى كل النقش، ولو حاطه صوريه حطيها. وبعد كده الفنون الصغرى على بعضها، فنون صغرى بقى ميداليات، عملات، حلي، تمائم، توابيت، كل الفنون الصغرى. يبقى كده انا لما عاوزه ادور على قطعه اعرف
حلو وحديث. تمام؟ واكتبي كمان حالة الأثر لو حبيتي، لأن أحيانا في نص الوصف الاقيكي كاتبة ومكسورة من هنا، لا خلاص اكتبي حالة الأثر لوحدها إذا كان في حاجة مكسورة، لأن كل ده هيحسب ليكي توصيف كل ده كويس جدا. والهيستوري بتاع القطعة زي إنها تكون اتنقلت من مكان لمكان ممكن برضه تكتبيها. تمام؟ يبقى كده احنا خلصنا الفصل اللي هو بتاع العرض. اما تيجي بقى تبداي الدراسه التحليليه نفسي تحطي حاجه. الاعمال الاساسيه هي اللي اتخذت منها كل الدروس دي، الاعمال الخاصه بالنحات يوسيبوس. انت ما اتكلمتيش عن يوسيبوس خالص، ولا عن اسلوبه، ولا عن الاعمال اللي عملها لهيراقليس. يبقى لازم تجيبي كانت معموله فين وكانت معموله امتى. فانا جبت لك الثلاث مقالات الاساسيه اللي بتتكلم عن كده. مقاله لورنس انت مش جايباها، مقاله فيرميولا انت كاتباها، انت جايباها فعلا، بس انا اتفاجئت ان انت ملهاش مربوط في الرساله، فارجوك اقريها لانها هتكمل لك النواقص حلو جدا. وقبل يوسيبوس بقى ده ما جبتيش سيرته خالص، هو اسكوباس. اسكوباس متاثر جدا جدا بحياه هيراقليس، وكل المؤرخين قالوا حاجه جميله جدا، قالوا ان يوسيبوس لما جه اشتغل اعماله اخذ هيراقليس مقلد او يعني اشتغل باسلوب اسكوباس. كل ده كان لازم تذكريه قبل ما تبداي تحللي، يعني يا ريت ده يبقى بدايه الفصل التحليلي بتاعك. وانا جايبه لك صوره من واحد من النسخ الرومانيه للتمثالين اللي عملهم اسكوباس عشان توثقي، وجايبه لك المراجع متوثقه، يعني حضرتك هتكتبي بس مش هتعملي اي حاجه. تمام. الدروس طبعا انت عرضها حلوه قوي، هتكتبي بقى، هتسيبي العرض لوحده وتفصلي الدراسه التحليليه لوحدها عشان المجهود الفظيع اللي انت عاملاه ده يبان. الدروس حلوه قوي والصور احيانا مش حلوه، فخلي كل الريزوليوشن بتاع الصور كويس، ده برضه خلي اللي ياخد منك حاجه يدعي لك يعني. لا صويت على هو بس ان شاء الله. ايوه يا دكتور، انا اللي ضغطك لما اجي لا الغرفه ده مريض. صفحه 136 بدري اهو يا ريس، 136. والله انا طولت لك حالا. صوره 39 لا ما كنتش اللي هو صفحه 136 صوره رقم 39. انت كاتبه من مصر، هي تحديدا من كوم طويل في كفر الشيخ، والتمثال نفسه محفوظ دلوقتي في متحف الغردقه. برضه يبقى حلو انك تتابعي القطع كده تشوفي راحت فين جت منين. فهو دلوقتي مش في المتحف المصري، هو موجود في متحف الغردقه. الدكتوره عزه قبل في رساله النحت جايبه مجموعه تماثيل هيراقليس انت ما رجعتلهاش، انت جايباهم ما عدا تمثالين، فانت حبيتي تبصي على المجموعه، انا برضه موثقه لك العداله الكيشات وحاطه لك التماثيل برقم الصفحه، اذا حبيتي تضيفي بقيه التماثيل اللي جايباهم دكتور عزه قبيل، لكن انت جايبه تماثيل وقطع كتير وكلها جميله ما فيش اي مشكله. ليه بقى فصلتي الطراز السكندري الهلينستي؟ صفحه 181. ليه فصلتي دول؟ يعني ليه فصلتي المجموعه دي من صفحه اللي هو عملتي الطراز 13 الطراز السكندري الهلينستي؟ ليه فصلتي؟ مش كل الاعمال دي في مصر كلها بشكل او باخر اخذت من الطراز السكندري الهلينستي اللي فضل مستمر لحد العصر الروماني. خلاص يبقى يكفي ان انت تحللي وكل قطعه من دول تدخليها في الجروب المناسب ليها، لانه ملهاش كلمه الهلينستي دبل ال 2 لام في اللغه العربيه، بصلحيها في الرساله كلها. برضه هنا في نفس الصفحه اكسر النفوس في البهنسه، ما هي اكسر النفوس هي البهنسه. تمام؟ هي هم واحد. تمام؟ اكسر النفوس هي البهنسه. برضه في بعض الالفاظ زي كلمه اولمب او الاولمبوس، حددي استخدمتي اولمب يبقى في الرساله كلها، اولمبوس يبقى في الرساله كلها، وهكذا بقى كل الاسماء او كل حاجه تتبعي بنفس الطريقه والحاجه. الطراز القبطي بقى انا مبسوطه قوي انك جبت الطراز القبطي، لان انا شايفه انه داخل، انت بنتكلم في 4 قبل الميلاد 4 ميلادي، فهيبقى داخل معانا سواء مع التاريخ القديم او التاريخ
جايبه كتير جدا مراجع عربيه في ال50 سنه الاخيره انا كاتبالك شويه بصي عليهم. حلو النماذج اللي انت كاتباها، بس برضه هتفصلي التحليل وتحطيه لوحده اذا قرأتي زيك. في حاجه بس هنا في صفحه 188 حابه ان انت تشوفيها. قولي بقى ايه الغرض من تصوير هيراقليس من وجهه نظرك في الفن التمثيلي؟ ليه؟ هو الفن دلوقتي المسيحيين كانوا بيحاولوا ان هم يعني علشان من الاضطهاد وكده، فبيحاولوا ان هم يصوروا هيراقليس على انه المسيح. انت رجعتي للدكتور دعاء بهاء؟ دكتور رجعتي للرساله صح؟ انت كاتبه شيء من التحليل كويس، يعني كملي بقى، انا نفسي تكملي ده. اول حاجه ان هما بيبصوا طيب هو اصلا حياه هيراقليس كانت عامله ازاي؟ مش هو بعد ما يعني هي خلته مش وعي وقتل ولاده وولاد اخوه فبدا يتحرر من الخطيئه، ما هو عشان كده حطوه في القبط. في حاجه ثانيه اسمها اختيار هيراقليس. هيراقليس هو بنفسه اختار ما بين الفضيله وما بين الرذيله، وانت جايبه دي في نقطه بقى لازم تتكتب هنا انه من هذه الرمزيات الثلاثه استحب ان هو يدخل جوه الايه بقى؟ جوه المنظومه بتاعت الفنون القبطيه او الاساطير في تصوير الفنون القبطيه. ارجوكي ابرزي النقطه دي، انت مش بارزاها خالص لان هي دي اساس الامثله اللي انت جايباها. هل تمثيل هيراقليس احيانا في الفن القبطي مع شكل الاسد ارتباط المورس الرسول؟ طبعا كل ده، فارجوكي ابرزي الرمزيات دي كلها كل ده. وانت كده مراحل تصور الفن القبطي فيها برضه في نفس الصفحه 188. لا احنا عندنا اول 3 قرون فن روماني، رابع وخامس انتقالي، ومن اخر الخامس واوائل السادس خلاص قبطي صرف. تمام؟ فارجوكي صلحي دي. هنا صفحه 189 في النص كده كلمه مركونه، يعني الجواب بتاعت هيراقليس مركونه، يعني هي مرقاه جانبا، يعني تمام مرقاه جانبا، هي مركونه مش عايزه هو انا ما بتكلمش في اللغه لسبب انه الماجستير هو اول بحث حقيقي للطالب، فانا بلتمس له شيء من العذر في اللغه العربيه، بس ما يستعبطش سوري يعني. صفحه 191 مركونه يعني اتخذ ركنا انا خلاص 191 انت كاتبه نحت باب ثلاثي الابعاد. ما هو اصلا النحت ثلاثي الابعاد انتهى خلاص، هو اصبح ذو بعدين، يبقى هو اصبح ذو بعدين. تمام؟ انت بقى عرضتي الصوره رقم 65 خلصتيها، جيتي بقى عرضتي الصوره اللي بعدها 67 او 66 سوري، انت مديانا رقم 67 وهي 66. تمام؟ فصلحيها. وبعدين غلطتي بتاع الصوره اللي فاتت كلها، يعني 192 دي تكرار فارجوكي صلحيها، و193 تكرار فارجوكي صلحيها. تمام؟ وفي العرض قمت جايبه، احنا خلاص بنتكلم عن القبطي، قمت جايبه لي تصوير من مقبره الورديان بطلمي، ودي بقى اللي رجعت البطلات تاني. ارجوكي خدي بالك من الترتيب التاريخي في عرض الوثائق لو سمحت. تمام؟ عايزه موبايل الاماني من هشام، يبقى موبايله هو ماما. في حاجات انا كاتباها لك مش هعلق عليها، بصي عليها يعني قولي وعدي. الخاتمه بقى، الخاتمه صفحه 210. الخاتمه دي جزء من الفصل التحليلي، دي مش خاتمه. الخاتمه زي اللي انت قلتيها لنا هي كده بتبقى في نقاط، بتضيفيها في نقاط، وكل ده بقى تشيليه تحطيه في الفصل التحليلي. تمام؟ وتحطي بقى الدراسه التحليليه مكانها مش الخاتمه، مكانها الفصل التحليلي. حلوه قوي الدراسه الاحصائيه، تحطيها في الفصل التحليلي. اوكي؟ يبقى الجزء الخاتمه كلها جزء من الفصل التحليلي، ونبدا نعمل خاتمه انت ما تزيدش عن لا يا ريت يعني انت معاكي كلام كتير جدا يتقال زي ما ورثتي كده في نقاط للرساله كلها، او يا ريت ما يقلش عن 10 ورقات عشان تبريز ده مجهودي كده. قائمه المراجع، كتبت قائمه المراجع وبعدين جبت لي قائمه الاشكال صفحه 220، هي قبلها حد ما عليهاش رقم 219.
يعني انت كتبت قائمه المراجع وبعدين حطيت لي قائمه اشكالها، كل قوائم الاشكال هنوديها مع الفهرس قدام زي ما اتفقنا. تمام؟ وبعدين كل دي قائمه اشكال وانت كاتبه لي اصلا ان دي قائمه مراجع، فصلحي ترتيب الرساله. نيجي بقى قائمه المراجع، ابدأي بالمصادر دايما، المصادر لازم هي الاول قبل المراجع العربيه وقبل المراجع الاجنبيه. المصادر تمام، وبعدين المراجع الاجنبيه العربيه والمترجمه مش المعربه. ايه الفرق بين الترجمه والتعليم؟ التعليم احنا بنضفي اسماء وشخصيات في الروايات، لكن دي ترجمه علميه هي خلاص مترجمه وليست معربه. ماشي؟ يبقى المصادر المراجع العربيه والمترجمه وبعدين المراجع الاجنبيه. انت عامله فهارس ودي حاجه كويسه، لكن بالنسبه لي اهم من الفهارس الملاحق اللي تطلعي منها بقى كل شغلك. الاعمال اللي من خارج المتاحف المصريه، الاعمال اللي على الطرق، اسماء المعبودات، لا عندك شويه حاجات كتير حلوه تقدري تحطيها في الملاحق اذا اردتي ذلك. و خلاص تمام، انا هكتفي كده وشكرا لحسن الاستماع واسفه للاطاله. اولا انا ببدا طبعا بكل كلمات الشكر والامتنان لاستاذي الغالي، مش هبطل اقول استاذي الغالي الاستاذ الدكتور خالد غريب شاهين، استاذي اللي بفخر اني موجوده النهارده جالسه على نفس المنصه معاه، ده شرف ليا انا ودعوته الكريمه ليا لمناقشه هذه الرساله الجميله. فانا بشكرك يا دكتور انه ليا حظ ان انا اقرا كل هذه الرساله عن هيراكليس من الناحيه الفنيه، واختيار حضرتك ليا النهارده. حضرتك والدكتور عبد الحميد مسعود بوجه له الشكر والاحترام والتقدير، وان شاء الله يا رب نتقابل جميعا على خير في مناسبات جميله. بوجه كل التحيه والاحترام للاستاذه الدكتوره منى جبر، وسعيده جدا بوجودي النهارده مع حضرتك. وانا فعلا قلت لها ابداي الاول عشان اخد نفسي بعد الندوه، وكنت مستمتعه ان هي فعلا اخذت عبء كبير قوي، حاجات كتيره قوي خلاص مش هقولها فهي خلاص الدكتوره منى قالتها. هوجه كلمه بسيطه للباحثه منى، انا مبسوطه دي باحثه اماني، بس انت اللي كاتبه على الواتساب موني، فانا حافظاكي دلوقتي موني، انا ماليش انا ماليش دعوه. فانا فعلا بشكرك على الرساله الجميله دي، بوجه كل التحيه ليكي ولاسرتك وزوجك. والنهارده فعلا خلينا نقول انه مولد اثريه بدرجه فنانه، فانا فعلا شاكره ليكي وفعلا استمتعت جدا بالرساله. ليا ملاحظات عليها بس حقك عليا وحق استاذي عليا ان انا فعلا اقول ان انا مبسوطه بهذه الرساله. عادة الرسائل اللي هي بتبقى قائمة على شخصية أسطورية أو حاجة محددة بيبقى الباحث قدامه السهل الممتنع، اللي هو هيجيب لنا كل حاجة على الاسم ده، سواء بقى كان هيراكليس، كانت الإلهة هيرا، الإله فلان علان، أي حد. يبقى الباحث عايز يجيب أي سطر، يجيب أي حتة أو أي أثر بينتمي إلى هذا المسمى. ولكن طريقه تناوله بقى للاسم ده هنا بقى بتبقى المصيده، يا اما يطلع لنا في الاخر رساله فعلا محترمه، او يطلع لنا في الاخر رساله عباره عن تجميع شويه صور وكلام. عشان كده قلت ان انا فعلا بحييكي كاثريه وبدرجه فنيه. هبدا اول حاجه بالنقاط الايجابيه اللي عجبتني في الرساله، والدكتوره منى في حاجات كتيره هي قالتها فانا مش هكررها. أول حاجة موضوع الرسالة من الموضوعات الأسطورية اللي بتتكلم عن ما بين الشخصية الأسطورية المختارة والآثار اللي ظهرت عليها، واللي أنا شايفاه إن أنت أوردتي كل ما لقيتيه في سكتك عن هيراكليس. أي حاجة وجدتيها سواء كتبت عنه أو آثار له فهي بالفعل موجودة. أحييكي على المراجع، عندنا 30 مرجع عربي تقريبا، واحد منهم المعرب، عندنا مصادر 15 مصدر، وعندنا المراجع الأجنبية 100 مرجع وبتجمع ما بين القدم والحداثة. فهرس الأسماء والمعبودات اللي موجود ورا ده أخذ جهد عظيم قوي إن يبقى الواحد عنده صبر إن في كل مرة جه اسم هيرا يكتب جه في صفحة 1 2 10 20 50، يعني صبر أيوب ده فعلا وحييكي عليه فعلا.
وبتسهلي على القارئ. انا يعني مش عايزه اقول زمان، بس دي حقيقه زمان في رسالتي بتاعت الماجستير عملت الكلام ده، في رساله الدكتوراه ما عملتوش. فانا بقول لك يعني انت عملتيه اول ماجستير، اذا ربنا اداكي الصبر بقى عملتيه تاني في الدكتوراه. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. خلاص نبقى هنيجي انا والدكتوره منى تكون خايف هيجيبنا عشان نشوف عملتي الموضوع ده تاني ولا لا. هنيجي كمان على حاجه بحب الاقيها في الرسائل، وهي شخصيه الباحثه. مش كل رساله بنناقشها بنحس انه في شخصيه في الرساله. ساعات كتير بنناقش رسائل الطالب عامل مجهود وكده، ولكن مجرد جمع داتا، جمع صور، وحط رساله وغلفها وبقت رساله وخلاص. فكون ان احنا نحس بشخصيه الباحثه في الرساله، فدي نقطه بوزيتيف ونقطه كويسه جدا انا بحييكي عليها. الباحثه استطاعت ان تصنع من هيراكيس موضوعا متكاملا، وليس مجرد جمع ماده علميه وشواهد اثريه، بل استطاعت ان تقدم لنا ادله اثريه متتبعه تطور تصوير هيراكيس بطرزه المختلفه في العصرين اليوناني والروماني. الحس الفني في الرساله عالي بوضوح، وده بنلمسه في الفصل الثالث. ويعني انا لسه في البوزيتيف، فهكمل بعد شويه. هو على قد ما اديتينا حس فني عالي في الرساله في الفصل الثالث، معرفش بقى حسيتك بعد كده بالنسبه للنتائج المستخلصه والخاتمه لوتينا. انا زهقت يا جماعه، معاكم صفحتين ثلاثه. انا يعني اديتكم كل اللي بنمسكهم في الفصل الثالث، عملت الفصل شرحت فيه الطرز وكلمتكم على نتائج تحليليه وعملت مقارنات، عملت لكم كل حاجه، سلطه فيها خضار وفاكهه وكريم شانتيه ومكسرات، كل اللي بنمسكه. جينا مع الدراسه التحليليه لقينا عنوان اسمه لقينا عنوان اسمه نتائج مستخلصه. هوب ركبت البسكليته انطلقت صفحتين، اقلب باي باي. طب ليه؟ ما احنا كنا ماشيين في الصفحات. قالت لي الدكتوره منى ده انت يعني هيصه، ده بصي اصلا محتاج انه يتاثر. ولكن انا برضو يعني عجبني طريقه تناول الحاجه نفسها، فدي بصراحه حس فني عالي. الصور معظمها جاءت واضحه ومزوده بالمصدر، ودي فعلا نقطه انا يعني بحبها جدا. ففعلا الجزء الخاص بالصور والكتالوج فده فعلا حاجه جيده. الدكتوره منى قالت انها تفضل كتالوج الصور ورا. يمكن انا عشان اكبر منها في السن شويه، فانا لا دلوقتي انا عايزه ابص والصوره قدامي. ما بقاش عندي خلق بقى اجيب الرساله من قدام ورا، يا اما تعمل لنا 2 سيتس كده كتالوجين، جزء المكتوب وجزء الصور لوحده. لكن فكره ان انا ابقى بتفرج واقلب وهات قدام ورا، لا يعني ببقى متضايقه لما بلاقي رساله بالشكل ده. فانا بصراحه عجبني انها رساله كده. من ايجابيات الرساله ايضا الاستشهاد بالمصادر، 15 مصدر، ودول موجودين في الفصل الاول، واعتمدت فيه فعلا على مصادر ومستخدمه، لاني رجعت برضه لبعضها عشان احاول اتاكد، وفعلا لقيتها موجوده. طيب احنا قلنا كلام لطيف ظريف جميل في الحاجات دي كلها. هنقول برضه كلام جميل تاني مفيد ان شاء الله للرساله. في عندي شويه ملاحظات كده بصفه عامه. اول حاجه طبعا ودي النقطه اللي اول حد هيمسكها هيلاحظها، عدم وجود توازن بين فصول الرساله. انا ما اقدرش الومك تماما. يا حبيبي الفصل الاولاني 26 صفحه، الفصل الثاني 33، هوب فجاه لقينا 143. اعتقد انه 143 يعني انا بأشفق عليكي لو هتنفذي، لو استاذنا قال انك تنفذي اللي قالته الدكتوره منى، لان ده هيبقى يعني from the beginning هتعملي من الاول وجديد. ولكن هي رايها صح عشان برضه اقول الحقيقه. لكن ممكن ان احنا يعني عارفه اللي هو نمسك العصايه من النص، انه هذه الطرز يبقى يا اما انك تاخدي بحسب نوع الاثر، يعني التماثيل مع بعض، الفنون الصغرى مع بعض، النقوش مع بعض، يا اما بالطرز. لكن الفصل ضخم قوي، خصوصا ان انت حاشياه بحاجات تبع الدراسه التحليليه. فانا ممكن اقتراح طبعا لو استاذنا يوافق والدكتوره منى، انه بدل ما نشقلب الفصل كله بالمنظر ده ونكتبه من اول جديد،
هو الكلام ده وقت ما كلمت دكتور خالد وقلت له انا جاهزه. فاهمه ازاي اللي هو من زمن انا قلت له انا جاهزه لان كنت قريت الفصل ده لانه فعلا هو ده الرساله بتاعتي للحياه. النقطه الثانيه اللي عايزه اقول عليها، انا لاول مره الصراحه باخد رساله ما فيهاش اي معلومات خالص في الحواشي. ما في الفوت نوتس اول مره ما فيش اي حد موجود جوه فوق في الرساله مين الراجل ده، مين المدينه دي، اين تقع، اين راح، اين جه، ما فيش. عارفه انت عملتي احلى حاجه. اي يا جماعه اي حد عايز يسال اي حاجه عندكم جوجل، عندكم اوكسفورد، عندكم ويكيبيديا، صرفوا مع نفسكم. انا جايه لكم هنا بالمراجع بس. ماشي؟ فبرضه النقطه دي يعني مش هتنفع. ولكن عشان برضه ما نلخبطش اي حاجه في الرساله، انا افضل انه يكون في حاجه في اخر الرساله اسمها قوائم. نمره 1 قائمه بجميع الاسماء الشخصيات الوارده بالرساله. نمره 2 قائمه بجميع اسماء المدن الوارده بالرساله. نمره 3 قائمه باسماء الشخصيات الاسطوريه الوارده بالرساله. تمام؟ وفي الاخر منها ما بوظناش خالص تقييم الصفحات. تمام؟ ومنها خلصنا ان احنا مش هنكتب بقى لسه تاني في الفوت نوتس واللي كان في صفحه كذا ينزل في صفحه كذا والدنيا تتضخم معانا. لا، احنا قوائم وموجوده في الرساله من ورا وخلاص على كده. تمام؟ عندنا كمان نقطه كلمه المقدمه والتمهيد، هي ما بتتكتبش كده بمقدمه وتمهيد بدون الف ولام، يعني غير معرف. تمام؟ ايضا مطلوب توحيد المصطلحات، يعني شويه اليونانيين، شويه الاغريق، شويه يعني في عندك بقى مجموعه. ده انا اصلا ابتديت اعمل دوائر في التمهيد لقيت الصفحات، وانا بحب دايما الرساله بتاعتي تفضل بيضه ونظيفه وما بعملش فيها. حتى دكتور خالد بيقول لي قلت له انا كل ملاحظاتي في الورق انا دايما الرساله يعني بحب احتفظ بيها كده نظيفه ولطيفه ظريفه. تمام؟ لكن انت محتاجه فعلا توحدي المصطلحات، والدكتوره منى اشارت عليكي ببعضها وانا برضه بشير عليكي انه في مصطلحات كتيره انت مستعمله مجموعه. برضه في نقطه مهمه جدا، استخدام القاف والكاف. يعني في اسامي كتيره هي اصلا بالكاف انت منزلاها قاف، مع انك حتى لو حاولتي تقريها هتلاقيها يعني احنا في الاول وفي الاخر احنا يوناني روماني، فالقاف دي مش جايه معانا خالص. تمام؟ فيا ريت برضه تراجعي الكلمات والمسميات اللي بالمنظر ده. برضه من الحاجات اللي لاحظتها قله استخدام الكلمات اليونانيه واللاتينيه، وفي حين ان انت ساعات بتكوني كاتبه لنا شويه مصطلحات لاتيني يعني وهي اصلا اهميتها رقم 10، في حين ان حاجات مهمه قوي لا ما حطيتيش ولا يوناني ولا لاتيني. فخلي برضه ايه في بالانس كده شويه. بالنسبه لترقيم الصفحات، انت بداتيه مع صفحه الف مقدمه، والصفحات اللي قبل كده مالهاش اي ترقيم. لا، هو الترقيم هيبدا فعلا ابدا هوس من البدايه، ومقدمه بتتحط برضه مع الصفحات اللي هي ابدا هوس، والترقيم لصفحه 1 بيبدا مع التنفيذ. تمام كده؟ انا متفقه طبعا مع زميلتي الدكتوره منى على كل اللي قالته على الفينش اللي موجود في البدايه، ان صفحه القران تيجي في الاول وفين والكلام ده. خلاص خلصنا الكلام ده؟ طب نبدا كده مع بعضينا حاجات كده بسيطه. انت قلت لنا اولا ان انت عندك 4 فصول مع ان هم 3، صح؟ شفتي انت كانت نيتك تعملي الفصل الرابع؟ نعمل فعلا الدراسه التحليليه. هنشيل بقى اتفقنا الالف ولام المقدمه والتمهيد، اوكي؟ هنروح بقى على صفحه اللي هي رقم الف. تمام؟ اول صفحه كده خالص رقم الف، عندنا في صفحه عندنا السطر رقم 7 والصديقه ايقونه جنائزيه خصوص، المفروض تبقى خصوصا، انا مش هعلق على اي اخطاء املائيه، بس هي الصراحه الرساله مكتوبه بلغه عربيه سليمه حقيقي، ولكن في بعض الاحيان الف طايره واو رايحه، حاجات من البسيطه دي محتاجه مراجعه بسيطه. بالسطر رقم 8 حاجه يعني عجبتني قوي. هو ايه العصر الهيلينستي المتاخر؟ عندك فكره ده بيبدا امتى؟ المفروض يعني عارفه سنه كام من الاخر، يعني عارفه سنه كام؟ ما تعرفش، يبقى نشيل كلمه المتاخر. ليه بقى؟ لان احنا هنقول في العصر الهيلينستي، وده اصلا يعني
ده ضمن عنوان الرساله. انا لسه هتكلم على عنوان الرساله، انا عاجبني جدا وعايزاك تبقوا ملتزمه بيه، بس هتكلم على النقطه دي في الاخر. لكن هنا انا شايفه لو شلنا كلمه المتاخر حلينا مشكله، لكن كلمه المتاخر دي بتعمل مشكله، لان العصر الهلينستي المتاخر ده بيبدا من سنه 197 قبل الميلاد وحتى 31، وانت اصلا السنه دي متعلقه بالحروب المقدونيه الثانيه. ملاش اي ريليشن خالص ولا اي علاقه بموضوع رسالتك، ده شكلا ورا موضوع، صح يا دكتوره ولا لا؟ فكلمه المتاخر دي تقريبا جت ايه؟ خدوا حته زياده، لا بلاش فبقى واحنا نشيل الكلمه دي هتتحل المشكله. نيجي للصفر رقم 11 في نفس الصفحه، عندك بقى كلمه برضو ايه غريبه قوي، مش عارفه ايه، على سبيل المثال المصابيح، لقيتيها كده في المصابيح. وايه كمان؟ ومركبات العربيات. يعني ايه بقى مركبات العربات؟ اللي هو عارفه مركبات العربات والاطارات والتوك توك معانا يا جماعه وحاجات كتيره قوي. مين مركبات العربات؟ لا والعربات وخلاص. اوكي؟ طيب الصفحه بقى اللي هي صفحه ت، هنبتدي بقى تظهر لنا مشكله ايه؟ القاف والكاف كتير قوي. اوكي؟ فوحياتك مره تستخدمي قاف مره تستخدمي كاف، فلازم توحدي كل الكلمات اللي هي من النوع ده، مره هيراكليون بالكاف بالقاف مش عارف ايه، يعني نشوف لنا حل في الموضوع. نيجي بعد كده عند يعني على صفحه بقى ت. هو طبعا انت المفروض تعملي ابجد هاوس، خدي بالك ماشي. صفحه س. اوكي؟ بص صفحه س، اول حاجه الهيراقلي بالقاف، اخر السطر ولا بعدها بكلمه هي هيراقليس بالكاف. يعني عندك بقى في الرساله من ده كتير قوي، خلاص بقى نعدي. بس اللي لفت نظري ان انت راجعه للرساله بتاعت الاستاذ الدكتور عبد الحميد مسعود الاعمال الخشبيه، وطبعا استاذك وعلى عيني وعلى راسي كل حاجه، بس انت رجعت لها في ايه؟ في اصل الرساله انا الخشبيه اشتغلت عليها قبل كده. في ميداليات خشبيه. ميداليتين او ميداليتين. هم دول؟ بس خدي بالك حاجه، ان احنا هنا لما بنكتب الدراسات السابقه معناها ايه؟ معناها حاجه مهمه قوي، ان انت دراسات اعتمدتي عليها اعتماد كلي، فما ينفعش ان انت تسلمي. يعني لما تقولي لي انا رجعت للدكتور مصطفى زايد، ماشي، ما هي اسمها هيراقليس تمام، اوكي، رجعتي لي للدكتور عبد الحميد برضه في ابوقير برضه، يعني استغربتها قوي تمام، ولكن هعديها لاني ما شفتش رسالته بتاعت ابوقير. لكن بتاعت الاعمال الخشبيه، وانا اصلا اشتغلت على الرساله دي كتير قوي، يعني اشتغلت في الجزء بتاع الخشب، لا ما تتحطش هنا. حضرتك رجعت لها بس هي هرجع من ضمن المراحل، ولكن دي مش حاجه اسينشال خالص ولا اساسي خالص عشان تتحط هنا، هي لازم تحذف من هنا. تمام؟ انت هنا في الدراسات السابقه بتعرفي الناس باهم الدراسات اللي انا يا جماعه اعتمدت عليها واستندت عليها، وبعدين هقول لكم بقى انا هنطلق بعد كده في رسالتي. فدي طبعا ما تنفعش هنا. مش بس هي، عندك برضه ايه؟ رساله ايهاب حسن اثار الوهم البحريه، ده حتى العنوان نفسه يعني مستفز، فاهمه؟ يعني الناس هتشتغل مواقع اثريه اوكي، بس مش انت. يعني انت هاتيلي دراسات سابقه، يعني لما تقولي تحت مثلا ايكونوجرافيا غاسيبيا، ايوه طبعا برافو عليكي وانا احييكي على انك اعتمدتي على كده، فاهمه؟ لكن ما تجيبيش عناوين بعيده تماما وتقولي لاي حد هيمسك بعد كده الرساله ان ده اللي انت اعتمدتي عليه. تمام؟ هم موجودين معاكي بس كمراجع. اوكي؟ طيب نروح بقى على صفحه اوكي ولا صفحه ج. صفحه ج عندك الفصل الاول، مش انت كاتبه كده اهو الفصل الاول والفصل الثاني، عندك كلمه الفصل الثاني متكرره مرتين مش مشكله دي دلوقتي. الفصل الثالث ابتديتي تكتبي سطرين وهوب فجاه حاولت الباحثه في الختام خاتمه الدراسه تلخيص. انا لسه بستنى
تكملي. اتفقنا؟ الفصل الثالث لازم ياخد كده راحته. بعد كده في دراسه تحليليه تناولت كذا وكذا، وبعدين يا جماعه انا ختمت بخاتمه، وبعدين جبت لكم ورا شويه قوائم تناولت بقى اسامي قوائم وحاجات كده، وكل ده عشان اشرح لكم ان انا ايه بشرح لكم في الجزء ده احنا رسالتنا عن ايه. تمام؟ نسيبنا بقى من كده ومفيش ورقه فاصل برضه هنا. لا قولي لي لو عندك حاجه زياده قولي لي. نروح بقى على التمهيد. اوكي؟ التمهيد بقى اول باراجراف ده معرفش كنت بتتفرجي على ايه بالظبط، غالبا فيلم هندي اللي هو ايه كده يعني. ده انا حابه الموضوع يعني انا موضوع ماشي ما تستعمليش فيا كده. بصي عندك بقى ايه الفقره الاولانيه معرفش جبتيها منين، مش عارفه ايه كده. وتعرضوا لما هو غير متوقع وواجهوا الاخطار وعملوا البحار وخاضوا الحروب وفجاه طفى النور. يعني ده كان اتفضل الكلمه دي ماشي. وبعدين بصي بقى وافعالهم المتحضره. افعالهم المتحضره مين دول؟ الابطال افعالهم غير متحضره ولا متحضره؟ ماشي. انا ما لحقتش وبعدين بصي بقى، وعشان انا دلوقتي نائب رئيس الجامعه الكبرى على التكنولوجيا حاطه لي تسببوا في نقل تكنولوجيا الشعوب المجاوره. هو اتاكد على يقول اللي اخترعوا التكنولوجيا اماني ما تعمليش فيها كده يعني ماشي. وبعدين ايه مش عارفه ايه بقى بص في صفين وعلى الدول المجاوره ايضا وحتى يومنا هذا. مين دول؟ الاولاد القدماء عملوا فينا كل ده حتى يومنا هذا. يعني احنا هنبص تخصصنا بلاك رومان بس مش للدرجات مش للدرجات يعني ماشي. طيب مطلوب اعاده صياغه الفقره الاولى مليئه بالمبالغه وكلمات غير مفهومه تماما. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا بالنسبه للفقره الثانيه. بتتكلمي على تعريف الابطال وكلام كبير قوي وكويس قوي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا زي ما قالت الدكتوره منى انا كاتبه امور بالنسبه لتعريف الابطال التسويقيين لابد من الرجوع الى مراجع متخصصه عن الاساطير زي كتاب استاذنا الدكتور عبد المعطي شعراوي، كتاب استاذتي الدكتوره منى حجاج. لازم الحاجات دي فيري اسينشال لازم ترجعي لها على طول. نروح بقى على صفحه 2 نلاقي جمله بقى صادمه ومثل هذا رابع سطر بعد السطور اللي عامله كده دي ماشي. ومثل هذا تم تجديد الابطال. الابطال تجدد. طب ازاي برضو انا مش عارفه ازاي يعني كذلك ازاي عشان لو في برضو حاجه قولي لنا نعمل زيهم يعني مفيش مشاكل. اوكي في نص الصفحه او في الجزء التحتاني من الصفحه عندك برضو في نفس صفحه 2 في الاساطير اليونانيه فقط هيراكليس وديونيسوس عملوا كذا كذا انعم عليهما زيوس بلقب اولمبي. لا انا متاسفه انعم دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا فقط، اما زيوس منح. يعني نختار كده كلمات عربي بسيطه هتبقى الدنيا ماشيه كويس. فهي شيلي انعم ونحط بدلها منح لان النعم كلها من ربنا سبحانه وتعالى فقط. عندنا بقى في الصفحه دي برضه حاجه يعني ملفتة للنظر اللي هي ايه؟ الالعاب الاولمبيه. هو انت عارفه امتى الالعاب الاولمبيه اقيمت لاول مره؟ هو بعد عمل التنس هيراكليس. تاريخ يعني التاريخ امتى؟ 776 قبل شفتي بقى استاذي؟ ماشي؟ ايوه لا العفو ماشي العفو. بصي بقى هو اصلا في رايين، في ناس وده الغالبيه الماجورتي بترجعها فعلا ل 676 قبل الميلاد اقامه الالعاب الاولمبيه. وعندك المتروبوليتان حاطط تمثال لهيراكليس في الجيش. فقال المتروبوليتان عشان يضخم الدنيا بقى يعني ويبقى هو احسن متحف في الدنيا، اما قال لك التمثال ده مرتبط، هو تمثال هيراكليس مرتبط لما هو اسس الالعاب الاولمبيه، والكلام ده كان سنه 500 تقريبا 26 او 27. لا هو 776 زي ما دكتور خالد قال، وهو ده التاريخ المتعارف عليه. في برضه كمان ملاحظه عايزه اقولها لك في صفحه 3
هيراكليس ايضا معبودا راعيا للبالايسترا. لغايه هنا اوكي. حطيتي بعدها بين قوسين مبنى للمصارعه. لا، البالايسترا ليست مبنى للمصارعه. البالايسترا هي عباره عن ساحه بتضم كل اي حد عايز يلعب اي رياضه روح البالايسترا. تمام؟ فبالتالي لازم نشيل من هنا كلمه مبنى للمصارعه. اوكي؟ هي اصلا مش مبنى، يعني البالايسترا اصلا مش مبنى ولكنها ساحه، هي مجرد ساحه. طيب برضه في نقطة مهمة قوي، أنت بتنسبي الألعاب الأولمبية إلى هيراكليس. لا، هي الألعاب الأولمبية بترجع أصلا يعني بيرمز لها إنها أقيمت على شرف زيوس في المقام الأول. لو رجعتي الكتب متخصصة في الأساطير هتلاقي إنها بترجع لبيلوكس وليس هيراكليس. وبيلوكس ده أمير من ليديا. أوكي؟ فأنت يعني صلحي المعلومة دي. في رأي بيقول هيراكليس هو من أقام الألعاب الأولمبية، ولكن زي ما قلت لك هي بترجع يعني لبيلوكس. وبتبتدي إيه ظبطي الجزء ده. أنت حتى حاطة لنا بعد كده صفحة 9 اللي بيقول إن أنت برضه مش متأكدة من إنها بترجع لهيراكليس، فأنت ظبطي بقى الباراجرافات دي كده بإذن الله. في صفحة 5 كتبتي الكيمن الأعلى. الكيمن الأعلى ده مش معروف ده اللي هو البونتيفاكس ماكسيموس أو الكيمن الأعظم، فهي تقدر تكتبي اللاتيني بتاعه. عندنا بعد كده صفحة 6 نقراطيس، كاتباها هنا بقى بالكاف. ماشي؟ لا، نقراطيس بالقاف، دي بقى اللي بالقاف. ماشي؟ دي بالذات اللي بالقاف. الفقرة الثانية محتاجة إعادة صياغة. في صفحة 6 بصي انت كاتبة إيه؟ ألف المصريون الإغريق. ألف المصريون الإغريق منذ الأسرة 26 ونشأت المفروض كده تبقى مفتوحة بينهم صداقة. وكانت هذه الصداقة بصي بقى يعني الجملة هي السبب في انتقال مصر إلى العصر اليوناني. إزاي؟ بلاش الجمل اللي بتعمل مشاكل عاطفية دي، مش عايزين النوع ده من الجمل. يعني السطرين دول بلاش نحصل. اوكي؟ طيب يعني كده نروح بقى على الفصل الاول. هتلاقي الدنيا يعني هتمشي اسرع. اولا عندنا معلومات كتيره جدا في صفحه 7. المعلومات دي مش مكانها هنا، دي كانت مكانها في الحواشي. اوكي؟ عندنا برضو في صفحه 11 أول سطر خالص في صفحة 11 بصي بترجع شجاعة هيراكليس وقواته الفائقة إلى ولادته للمعبود القوي زيوس. ومين الولد مين؟ تمام؟ يعني دي عايزة تتصلح. عندنا بعد كده اسم إيه؟ شيرون. شيرون ده اللي هو خيرون. السي اتش باليوناني خط على طول. أوكي؟ فهو مش شيرون، لا هو خيرون. صفحة 14 بقى يعني قعدت اقرا فيهم يمين شمال عشان افهم ايه الموضوع. السمات الشخصيه لهيراكليس، السمات الاساسيه. ماشي، انا موافقاكي. دخلنا على السمات المركزيه. بصي بقى، بصي الشعور بالمسؤوليه، طلب التطهير عن نفسه. عجبتني قوي بقى حسه المرهق. كانت الدمعه هتنزل من عينيه. هيراكليس اللي ماشي يقتل بالناس حسه المرهق ده انا قلبي كان هيدق كده فعلا، مش ممكن. حسه المرهق دي جبتيها منين؟ وبعدين بصي تلاقته في الحديث. إصرار وبعديها على طول إصراره على مباغتة أعدائه. بقى حسه مرهق وبيباغتهم في البيوت. يعني هاو كم؟ ماشي؟ أماني بلاش الحاجات اللي من ورا عشان أنا ست رقيقة خد بالك الحاجات دي بتخضني. اتفقنا؟ ما بلاش كده. السمات المركزية كلمة تبرعات في الفيلم. الحس المرهق. وبعدين بصي بقى تعالي بعد كده السمات السنوية. حب الشهرة، الغرور، المباهاة، التعالي. يعني الراجل فيه كل ده ما شاء الله، ده نرجسي. يعني فيه كل حاجة حلوة وعكسها. لا نقيلك بقى يعني اتصرفي في الصفحة. ماشي؟ لا، وبراعة العزف وقوة جذب النساء. يعني معانا هنا كريم عبد العزيز ضمن الزنا.
بلاش الحاجات ماشي. طيب نيجي بعد كده بقى. وبعدين؟ بصي انا دايما بحب اقول ايه اللعبه الحلوه. عندك بقى مناهج الرئيس للدراسه الرئيسيه الخارقه. اوكي؟ هي الرئيسيه الخارقه يعني عموم المناهج ال 12 بتوع هيراكليس. انا كعبير عجبوني جدا طريقه تناولك لكل هذه المناهج. اوكي؟ ان جنرال كده عجبتني الصفحات جدا وتناولتها الباحثه بشكل جيد. بس عمال ما وصلتينا للجمله دي كنت حاطط لنا الحس المرهق والمش عارف ايه وعمل ايه. تمام؟ صفحه 18 اختيار جيد لعمله هيراكليس وهو يقتل الثعبان هدرا. انا دايما زي ما بقول الملاحظات اللي هي كده بحب برضه اقول الملاحظات الحتت اللي بتبقى عجبتني فيها. فصفحه 18 زي ما قلت لك العمله الكريتيه دي عجبتني فيها. نروح بقى على صفحه 21. انت جايبه لنا موزايك بواقع تنظيف هيراكليس لحظائر اوجاس. تمام؟ انت عارفه اصلا نوع الموزايك ده ايه؟ ده بلاك اند وايت ستايل يعني اكثر اساتذه الموزايك في مصر. لا بس انت قلت لنا صوتين ماشي. وبعدين هو واضح على فكره يعني واضح ان هو حصل غير محدد المقاسات الستايل بتاع اللون الابيض والاسود يعني هو واضح. اوكي؟ طيب نروح بقى على صفحه 31. اوكي؟ مين الملك المصري بوسيريس ده؟ مين ده؟ يعني كان سنه حكم من سنه كام ده لكام؟ قتل الملك المصري بوسيريس الاسطوره. الاسطوره؟ ايوه بس ما يتكلمش كده يعني اديني بقى سطر عنه او ظبطي لكن ما فيش وهربطها بخط الشيء ما لهمش اي علاقه واليونانيين ما كانش تحطي نفسك في المشاكل. بتتكلمي انت بتجيبي لنفسك المشاكل. انا بحب اعدي الحاجه انت بتعملي لي فانت يا كوليتا ممكن الوصف ده يا راجل تظبطي الباراجراف ده. طيب هنروح بقى للفصل الثاني. اوكي؟ فصل عباده هيراكليس في مصر جيد متتبعا تفاصيل العباده وتطورها والحديث عن قبر وعلاقه هيراكليس بالثالوث الذي دعم الحكم البطلان. كل دي فيها نقط كويسه فيها ملاحظات الدكتوره منى خلاص قالت مش عايزه تاني. بس في صفحه 38 مفيش حاجه اسمها اقترانات كده. لا هي اقتران اقتران هيراكليس بالمعبودات المصريه. صفحه 44 بتتكلم على ارتباط هيراكليس ببنوك البطالمه والعملات المستخدمه. برضو عجبني اختيارك للعملات دي. معبد هيراكليوم انا معترضه مش عايزاه بحرف القاف ابدا هو بحرف الكاف وفي بالنون في الاخر. بس في نقطه في صفحه 64 انت عامله شغل حلو اللي هو انت جبتي المعبد بس زي ما بقول لك الجرس ضرب ولا ايه اللي حصل طلعتي تجري بعد ما جبت لنا صفحه ونص او صفحه وربع. حسيت ان يعني انا مستنياكي لسه تكلميني عن المعبد والمخطط بتاعه وده حاجه مهمه. ده هو اصلا يعني ده مهم جدا لرسالته. فانا اعتقد ان هو يعني محتاج اعاده النظر الجزء ده او الصفحه دي بالذات اللي هي بتاعت معبد هيراكليس صفحه 64. هتكلم بعد كده هروح على الفصل الثالث. انا بحييكي على هذا المجهود الكبير لان هو فعلا هو ده الرساله الحقيقيه. احتوى على عدد كبير من الامثله حيث قامت الباحثه بتصنيف طرق مختلفه خاصه بتماثيل هيراكليس بطريقه جيده. بيحتوي على تحليل الطرق المختلفه ويحتوي ايضا على بعض النتائج والتحاليل للاعمال المقدمه. بس انا عايزه اقول لك انا حسيت بمنتهى الزحمه يعني عارفه اللي هو حد بدل ما خد طبق سلطه خد فيتامين تروح في العضله. كميه الداتا اللي انت حطاها في هذا الفصل بقول لك انا قريته في الاول وسبته وخلاص نسيته بقى فاهمه. قلت لما الدكتور خالد بقى هيبتدي احدد معاه بقى ابتدي بقى ارجع له تاني. كميه معلومات فيه يعني تو ماتش. بس انا بحييك عليها ومش عايزاك تشيلي منها حاجه. بس هو فعلا محتاج يتنظم فاهمه ازاي؟ هو محتاج يعني تنظيم شويه. عندنا مثلا في صفحه 95 اولا المثال بتاع صفحه 89 ده عجبني جدا وانا بحييك عليه وعلى الستايل
الستايل بتاعه، وان كان الستايل ده برضه ما خدش اهميته قوي بالنسبه لي. عندك في صفحه 95 النموذج ده بتاع هيراقليس، يوكليدس هيراقليس برضه حلو جدا. نروح بعد كده على صفحه 125، ويعني فيما بين ذلك عندك فعلا حاجات يعني اشتغلتيها بشكل جيد، ولكن حطيتي الحاجات اللي بتاعت الدراسه التحليليه هنا، اللي هو انا مش لسه بقى هكتب لكم زي ما كبار دلوقتي يلا. فلا ده انت جايبه امثله، يعني بس مثلا اللوحه النظريه بتاعت صفحه 124 حلوه جدا، وبعدين فجاه بلاقي امثله تحفه وتقريبا ما حدش قال دراسه الحاجات ازاي. انت فاهمه؟ يعني احنا خدي بالك من ملاحظاتنا علشان احنا حاسين بالحاجه اللي انت جمعاها. لو هي ما كانتش كده كنا هنعدي عليها وخلاص. ماشي؟ فالامثله دي بالذات اللوحه النظريه دي حلوه جدا. هيراقليس بالهراوي، فاهمه؟ والاسلوب التاني طراز نيويورك وكده، شوفي عالي جدا. والمسرجه اللي موجوده في الصفحه اللي وراها دي اصلا اللي انا كنت بقول لك عليها انها حلوه جدا، وطريقه تناول المثال نفسه وتحليل الكلام. صفحه 159 عايزه اسالك بس فيها، صفحه 159 صفحه 158 النقش بتاع هيراقليس هنا على انترفيو بوستو انتينالي ده حلو جدا، محتاج منه جدا شغل اكتر من كده. ده الحاجات دي اللي هتقول بالظبط كده، ده الحاجات دي هي اللي هتدي قيمه لرسالتك، لان رسالتك فعلا قيمه. نروح بعد كده، عجبتني قوي زي ما بقول لك دراسه التماثيل والفخار، لكن هرجع بقى لنقطه عنوان الرساله. انت عنوان رسالتك ايه؟ هيراقليس في الفن المصري خلال العصرين اليوناني والروماني، سامعاني كده؟ والروماني نقطه. انا مش موافقه على الجزء بتاع القبطي ده بقى، ان شاء الله يبقى لك دكتوراه ماشي، وتسلمي فيه تعملي بقى فيه كل اللي نفسك فيه، كل الملاحظات اللي تعبتي قلب الدكتوره منى فيها وقعدت تقول لك عليها ماشي. انا شايفه ان الملاحظات دي كويسه جدا، بس ده بقى رسالتك ان شاء الله للدكتوراه او بحث بعد كده تبقي تعمليه للترقيه، ولكن احنا ملتزمين بالعنوان ماشي. والا كنت تقولي اليوناني والروماني وحتى الروماني المتاخر، لكن انت ما عنديش اي حاجه في العنوان بتقول ان انت تروحي للقبطي، وعشان احنا في مصر خلاص هيصه خدي بقى من بره الاسلامي، خدي من بره العصر الحديث، لا مش هينفع. فالالتزام بالعنوان. الجزء بتاع القبطي حلو جدا وتقدري تدي فيه كويس قوي كل الملاحظات الجميله اللي قالتها الدكتوره منى، بس ده بقى موضوع رساله ثانيه. فاهمه قصدي ازاي؟ ليه؟ انت اديتي اليوناني حقه كويس قوي، الروماني اشتغلتي كل حاجه موجوده خاصه بهيراقليس موجوده في مصر فعلا، وانا ما اقدرش اقول ان انت في حاجه كروتيها او يعني اجزاء ما جبتيها لناش في الرساله، لكن القبطي مش موضوع ده، القبطي ده موضوع رساله بتاعت ناس ثانيه. فاهمه قصدي ازاي؟ فاللي هو سياسه الدفس هنا لا ماشي، احنا نلتزم. انا رايي كده، وطبعا الراي في الاول وفي الاخر للدكتور خالد الاستاذ، لكن حسيته احنا خرجنا بره الفتره الزمنيه خالص بتاعت الرساله، ولا ايه رايك يا دكتوره منى؟ بره الرساله شايفه انه يدخل، لانه التاريخ الجديد سواء قرن ثالث او رابع لازم يبقى معانا احنا بالقرون، يعني القرون يعني ما هو حضرتك الميلاد ل4 ميلاد، هو حاجه ل4 ميلاد حضرتك جبتيها منين؟ شايفه ان هي ميزه. ما هو ماشي، حضرتك جبتيها منين في العنوان؟ لا بس مش انا شايفه انه لا يعني هي وجهات نظر بقى علميه، ولكن انا شايفه ان هو مش تبع موضوع الرساله. تمام؟ بالنسبه لاهم النتائج المستخلصه، انا كنت اتوقع حصر النماذج بشكل اكثر تفصيلي، مقارنات، كل الحاجات اللي انت حطاها في الفصل الثاني هي تتاخد زي ما هي كده، واضافتها في فصل رابع اسمه الدراسه التحليليه الاحصائيه. كانت ممكن تاخد منك شغل اكتر لما هتجمعي لها مع بعض. في كمان حاجه عايزه اقول عليها، انه بالنسبه للخصائص المميزه له بأحييكي عليها، فعلا من الحاجات الكويسه جدا في الرساله، ولكن تجميعها بقى مع بعض في الفصل الاخير اللي هو الدراسه التحليليه. بالنسبه
ان قائمه الاشكال والصور الموجوده ورا فعلا مكتوبه كويس جدا، مكتوبه المصادر بتاعتها والحاجات كلها كويسه. لكن يا ريت لو نضيف القوائم اللي قلت لك عليها الخاصه بالاسماء واسماء المدن وما الى ذلك. في النهايه الملاحظات دي كلها الغرض منها ان احنا يبقى فعلا عندنا رساله قيمه، وهي فعلا رساله قيمه، واحييكي وبشكرك عليكي من هذا الجهد، لكن فعلا رساله جميله ومميزه. وبشكر استاذ الدكتور خالد رئيس شاهين على اتاحه الفرصه دي والاشتراك في مناقشه رساله جميله. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير على هذه المناقشه الوديه. طبعا يمكن انا هقول فكره اماني، انا بشكرك. يمكن ده هتستغربي من الجمله دي يعني، لان انت جبتي لي مره اول نسخه، فاكره؟ عملت ايه؟ قلت لك افضل لك انك ما تكمليش. قلت لها ما تكمليش. لان انت ماشيه، انا يعني كوني بعد ما قلت كده ولقيت الدكتور عبد الحميد يقول لي طيب هي هتصلح واحد اثنين، وعشان الحميد بعت لي يعني الله يمسيه بالخير هو موجود، والرساله بتاعته انا كنت بضحك دلوقتي، انا شايفها لسه على الواتساب دلوقتي بضحك. سبحان الله ان الزمن، شكرا ان الزمن بيتحرك بينا يعني. فقال لي لا هي يعني هل ده مستواها؟ قلت له انا يعني ما عادش كتير، بس اعتقد ان مستواها كويس. كونك ان انت في بيت في اسره من 2016 بتسابري وبتكمل انك توصلي كده فده شكرا. ولكن هنا لم تكن. الملاحظه الاولى درجاتك في مقررات تاريخ البنوك درجاتك وحشه. انا براجع دلوقتي درجاتك مش كويسه. دي هتظلمك في ده. فاهمه؟ وهتشوفيها بعد شويه. يعني انا عمال انا قاعد كل شويه عمال اعمل لك يعني هحلها لك. ان شاء الله هيبقى ليها حل. دي نمره واحد. انا مختلف مع الدكتور عبيد في اللغه. لا اللغه انا لقيت عندي شويه حاجات كده ما عجبتنيش. يعني ايه؟ الدكتور عبيد يمكن قلبها طيب شويه. زي ما الدكتوره منى، انا لما اجي ادور، انا لو عايز ادور على الواحات البحريه شجعني. لو عايز اعبد وحي امون، ما هم الواحات، طب ما انا ممكن اقول الواحات كلها. وبعدين هل هو امون ولا امون؟ انت بتشتغلي كلاسيك. كل الكلاسيك بينطق امون. كان الله يرحمه الدكتور عبد الصمد كان بيقول ده اله التراب كصوره لامون اله هوا. يبقى انا هنا ببص على الحاجات دي. انا فاكر مره ان انا قلت لك يا مالك، قلت لك انت مره حضرتي مناقشه كده واحنا قاعدين سمعتيني كنت بلاقي كنتش مشكله. بقول دايما حط دي، يعني في حاجات صغيره ضايقتني بمعنى كلمه ايه؟ والله عارفه ما تقفش عندها دي لازم تعدي. انا هتفق مع الاثنين دكاتره في حته البطولة اسميها تعبير الدكتوره منى حجاج رائع. وصلنا له كده واحنا بنعمل المذكره بتاعت المنهج يا جماعه، وصلنا لتحت الروماني المتاخر. مش بظلم خلاص ذوق روماني، بس اكتبي كلمتين خلاص يبقى انت خرجتي من ورطه ان الدكتوره منى بتقول والدكتور عبيد بتقول. اختلاف علمي سليم وجميل، لكن انا اقف عنه. تمام؟ لو بصيت هنا هلاقي انا كتير كنت بشتغل لك، انا عندي فوق وانا النهارده ببص عشان اطلع النسخه عليك 3-4 نسخ انت بتديهم لي وتجيب والاقي انها عماله تقول لي جابت لك يا ستي هو ما بتعملش حاجه، هو جوزها معاه فلوس كتير كده عمال يطبع لها ورق. يعني راجل غلبان يعني ليه كده؟ بصي طبعا الجمل اللي قالت عليها الدكتور 776 دي تحديدا دي لازم مكتوبه. احنا عندنا نص ديمقراطي برد الملك المصري باتي بسطه بيقول له يعني ايه العاب اولمبيه؟ يعني ايه كومبيتيشن؟ ايه النافع؟ المصري كان عنده رياضه. لما تقري الكتاب بتاع ديكر اللي هو سبورتنج شبيل الالتن جبتن او تبص حتى النسخه الانجليزيه بتاعته هتلاقيه بيتكلم عن الالعاب، بس احنا ما كناش بناخدها ان انا والدكتوره منى نتنافس وناخد ميداليه. لا احنا نتنافس مين يبقى ضابط، مين يعلو الرانك بتاع خدمه المعبد او الخدمه العسكريه. الجيمنازيوم منى صبري انا افتكرت المثال، وانا حتى في الكتاب اللي فوق موجود في المكتب اللي هو حتى رساله الدكتوراه بتاعتي كان جون ايفون طلب مني ان احدد جيمنازيوم اسكندريه واشتغل عليه، فحطيت العناصر الباليستر والبيكيتاريوم واللوترون والمعاني بتاع الكلمات. وعمر ما كانت الباليسترا مبنى مصارعه، ده بالعكس هي مبنى لالعاب ثانيه تختلف عن المصارعه. صفحه 8 مثلا لو بصيتي معلش انا صفحه 5
دكتور حبيب بيقول اللغه، ازاي الاقي واحد بيعمل ماجستير يقول اطلق الرياضيين المتكونون، الفاعل يفعل بالواو جمع مذكر سالم. فاهمين؟ الحاجات دي يعني مصر لم تنتقل الى العصر اليوناني يا اماني بعد سقوط الاسره 26. الاسره 26 بص الجبل واحتلال الفرس، الله هي اتنقلت وراء الفرس، بعدين جايه المقراطيس اللي هي نوق قار اسم بيت ربة السماء اللي هي نقرش. تتكلمي عن ايه علاقه ده كله باللي انت بتقوليه؟ وبعدين ازاي تقولي انت عندك الدكتور محمود السعداني عامل شغل حلو قوي عن علاقه المصريين باليونانيين. في ليا مقاله مصر واليونان قبل الاسكندر، انا عاملها بحث كده صغير. بادئ فيه من ايام سينوهي بيقول انه عدى على بحر ايجا. ام احمد بيقول على امه سيده الحاوني جوه بحر ايجا. الكفتي والنهارده كله يونان. ازاي انت تقولي الصداقه؟ لا ده الكلام من قبليه. انا عندي ختم في هاليكارناسوس عليه خط السلام. ما ينفعش ان اقول علاقه، والعلاقه على فكره في دول 6 شهور ما كانتش صداقه، ده كانوا منتصف. الفقره دي انا قعدت اقراها يعني عارفه حسيت ان انت نمره 3 على الترغيب على الترغيب مع احترامي الدكتوره ترغيب يا صديقه عزيزه واخت عزيزه، لكن يعني لا انا اصل خلي بالك هي ما بقتش مشكله تغريب، مشكلتك انت. هي مش يعني انت اللي لبست الحيط. الرساله دي اول ما جت لي لو كنت فاكره كانت 140 صفحه. احنا قعدنا نشتغل وطلبنا صور يعني مثلا الهواء مش لازم تشتغل وتقلل الكلام ده. يعني لما اقول مصب النيل السابع انتزاع جديد، هل عديتي مصبات النيل؟ وهل كانوا 7 فعلا ولا لا؟ قواعد. وحلفت نظري لحاجه لطيفه جدا. ان نيلوس ليس من الالهه اليونانيه، النيل كلمه مصريه ورحمه الله عليه استاذنا الدكتور علي الغربي. نا ايتيرو، نا اداه تعريف للجمع يا دكتور باسم الرب. نا اداه تعريف للجمع، وايتيرو الانهار، والتاء تحذف في نصوص الاسره 26 فبقت نارو او نيرو. وعلشان كده لما يجي والنار ده التعريف فالنيل هو انهار. وعلشان كده في سوره يونس لما يجي فرعون قال له اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت فروع النيل ولم يكونوا 7 كانوا اكثر. اعملي قائمه بيهم وهتلاقي الدكتور السيد جابر زميلنا في جامعه المنيا عامل حاجه عن الفيضانات وفروع النيل، عامل بحث حلو قوي. ليه؟ لما تشوف النيل العيال الصغيرين كده وتصلح لي الدكتور على 8 ولا 12 ولا 13 ولا 16، احنا اليومين دول في ال8 مش كده يا دكتوره؟ اسرع كتير حاجات على الانسان حاليا هم كويس انهم مش عارفين يعني ايه فماني بصي يا ماني انا طبعا مش المفروض ان انا بس انا في حاجات وقفت عندها على قد النسخ اللي احنا صلحناها. وكان الدكتور عبد الحميد يبعت لي ويسالني وقلت له مش همضي الحقيقه الدكتور عبد الحميد يعني بعد دلوقتي برضه رساله بتثني عليكي جدا وانا بثني عليكي ان كل ايه كنت تشتغل يعني كل ده كنت تعملي كده فكتر خيرك انت قد لنا عمل. لكن الكلمه بتاعتي دايما بمجرد ما هنطلع من الاوضه دي احنا محدش يعرف. هيراكليس بتاع مين؟ بتاع اماني. يا اماني بقت كويس يا كل ما يطلعها قرارات يقولوا منها لله. مش هقول طبعا ربنا يحفظ لك ولادك ويحفظك وكل ده مننا لله على فكره. لكن شغلك كويس. محتاج انك انت في 7 سنين انا عندي اشتغلت 1.5 سنة بجد اللي يعني رحت لفه الموضوع. بتمنى لك التوفيق، بتمنى لكم جميعا كل الخير. اشكر حضراتكم على تحملكم لينا ما عدا الدكتور بس عشان كل شويه يتكلم في التليفون. استاذن حضراتكم ان تتركوا اللجنه 5 دقائق تلي لاعلان النتيجه. اشكركم. تقرير عن مناقشه رساله الماجستير في التاريخ الفني من قسم الاثار اليونانيه الرومانيه بنظام الساعات المعتبر. اسم الطالبه اماني طه محمد حسين مصطفى، الجنسيه مصريه. هذا وقد اجتمعت اللجنه المشكله من خالد غريب، استاذ الدكتور عبد الحميد مسعود
معتذر عن الرساله. منى جبر عبد النبي الاستاذ المساعد في قسم الاثار اليونانيه الرومانيه بالكليه عضوا. الاستاذ الدكتور عبيد عبد المحسن القاسم نائب رئيس جامعه برج العرب التكنولوجيه عضوا. وذلك في تمام الساعه 4 مساء الاحد الموافق 17 ديسمبر 2023 لمناقشه الطالبه اماني طه محمد حسين مصطفى في الرساله المقدمه منها للحصول على درجه الماجستير في تاريخ الفن من قسم الاثار اليونانيه الرومانيه في موضوع هيراكليس في الفن المصري خلال العصرين اليوناني والروماني. وبعد مناقشه الطالبه مناقشه علنيه تقترح اللجنه منحها درجه الماجستير في تاريخ الفن من قسم الاثار اليونانيه الرومانيه بتقدير ممتاز.